انت بيقولوا لك اسم كده تحت يعني انا بسمعهم، قلت لهم بيقولوا لي نمنم. خلاص يبقى اسمه نمنم. انا سوبر تيخه والودان سلاكه. بترنموها للاطفال ليه؟ كانت ماما تلعب بالاكورديون وبابا يرنم. انه اي حاجه حلوه في حياتنا من بركات روحيه او ماديه او ايا كان هي نتاج صلوات بابا وماما لينا. طب ما هو اصحابنا اللي جنبينا بيروحوا معانا نفس الكنيسه ومؤمنين وعندهم تلفزيون وممكن يقولوا الاغنيه دي، مش بيروحوا النار اهو. الكلمه دي مش نظيفه، كانش المفروض اقولها، بس انا شخص خجول، ما يغركش المنظر دلوقتي. يعني انا قاعد قدامك وانا بترعش، كان في ذهني طول الوقت انه الناس اللي بترفع ايديها ومش عارف بتعمل غمض عينيها دول ناس سوري هجاصين. قالت لي ربنا قال لي انت اللي هتصلي معايا. البكاء ضعف طول الوقت، متربيت كده. لو انت خادم بجد تبقى ممسحه لاخواتك وللاخرين. جايبين لي قلم بيقولوا لي مديل على التيشيرت. بالمناسبه اليوم ده كان من اوحش الايام في حياتي، فانا هاجي اعمل نجم على ايه؟ على ايه يا حبيبي؟ انت ولا حاجه. ترنيمه تطمن منك كان سبب رجوعي للرب. انا ازاي ابقى عايز اقول لسمير النهارده انت اخفقت في الشغلانه دي. النشيد بلادي بلادي بتاع الكنيسه. حصلت حاجات في حياتي قاتله، يعني تبقى فاتح حضنك كده لحد يروح واخدك بالقلم. ماما انتقل بقى ثانوي، انا لغايه النهارده مش بعرف انام. مين زيك في رقه قلبك؟ بقولها بحب الترنيمه بس مش حاسسها. فانا فاكر وانا في الجنازه هعمل ايه مع ماما دي واخويا ده. انا فضفضت قوي، عارف الجمله دي. انا مش في ذهني كل الكلام ده، منك لله. ايه ده؟ ميعاد الحلقه بتاعت بودكاست اهلا نزلت. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقه وتنزلوا في الكومنتس تقولوا لنا ايه رايكم وتعملوا لايك شير وسبسكرايب. اهلا بيكم في بودكاست اهلا. اخيرا اخيرا قلتها، انا سابني اقولها. اهلا نمنم. اهلا ازيك؟ مش عارف اكلم انهي نمنم فيكم. بص، هو نمنم الاصلي وانا نمنم التقليد. يعني هم سموك على اساسه ولا هم سموه على اساسي؟ دي قصه طويله لازم اعرفها. ايوه. طبعا هو ده يا نمنم، معلش احنا اسفين، ده بودكاست للكبار مش للاطفال، فهنستأذنك يعني ممكن تقعد معانا شويه او ممكن تسمعنا من بره. اتفقنا؟ ماشي. شكرا يا نمنم يا حبيبي. باي يا سمسم. باي باي. اهلا نمنم. ازيك يا سمسم؟ ينفع اقول لك سمسم؟ طبعا. واكرم وسمير وكل حاجه، يعني هنقول كل الحكايات اللي عايزين نقولها النهارده. شكرا انك جيت وشكرا لوقتك. أشكرك. يعني مبسوط قوي ان احنا بنتقابل. انا كمان جدا. يعني احنا نعرف بعض من وقت كبير، بس مش بنتقابل كتير ومش بنحكي. أيوة. فدي فرصة ان انا بتلكك فيها عشان اجيب الناس اللي بحبها. انا متشرف بده حبيبي، شكرا. قول لي بقى حكاية نمنم دي في الاول عشان قبل كل حاجة عشان الناس. انا زمان قوي من 2008 مثلا اشتغلت في سات 7 وكنت بشتغل في الصوت. في استوديو الصوت دوبلاج. كنت بعمل دوبلاج، فده اكتر حاجه انا من الحاجات اللي بحبها قوي. فكان في بنوته هناك اسمها ديانا، بنحييها من هنا. ففي يوم رحت لهم حرق زيرو، وكان في اوائل المرات، فقلت ده انت شكلك نمنم قوي، تفهمش ليه. بعد كده ابتدت تاخدني تعرفني على الموظفين كلهم. الموظف الجديد نمنم، الموظف الجديد نمنم. يا سلام. ولزقت فيا كده. بعد كده ما كنتش لسه اعرف بيتر لايف، فكانوا بيصوروا حاجه في سات 7 برنامج نوري مي. وكانوا لسه يبتدوا، وفي كاركتر اللي هو نمنم ده، بس كان من غير نظاره وكان شكله مختلف. واللي بيعمله هاجر، اللي كان المفروض يعمله جات له الهجره وسافر وخلاص مش موجود. فسالوا على حد بيعمل اصوات فجابوني، فقال لك طب ما تيجي نجرب. فعملت الصوت بتاع نمنم وحركت العروسه، فانبسطوا. فماجد عادل قائد الفريق قال لي انت بيقولوا لك اسم كده تحت يعني انا بسمعهم. قلت لهم بيقولوا لي نمنم. خلاص يبقى اسمه نمنم. وبقى نمنم، وخدته وعملت له بقى النضاره واللبس بتاعه والحاجات دي، واتشهر الاستاذ نمنم مع الاطفال، وبقى معروف في كل السيزونز بتاعت نوري مي.
لا انا بلاقي الاطفال بيموتوا فيه ايوه وبيبقوا عايزينك انت اه تتكلم بنيابه عنه، ايوه مش عايزينك انت كاكرم، عايزين نمنم بقى لو بهدل لي كتفي خلاص، ما بقتش اقدر اعمله دلوقتي. فعلا. لانه احنا الكنايس بتاعتنا مش مجهزه ان يبقى عندنا مسرح عرايس، فما فيش حاجه بتسند دراعك عليها، فلازم تشيله بقى ف... عليه. فدراعي حصل فيه مشكله بقى وبتعالج وحاجات كده، يا بطلت لهوي. اعمل نمل للاسف، يا بعمل بقى لهوي. الحاجات اللي بوشي يعني، فدي المشكله. اوكي. مم. والدوبلاج، انت تعاملت شخصيات كتير يا اكرم. اه الدوبلاج الدوبلاج من الحاجات اللي انا اي حاجه ما ببقاش فيها قدام الكاميرا، ودي حاجه غريبه انا بحبها جدا جدا. يا سلام. فالدوبلاج، مسرح العرايس، اصوات في اي سكتش، بحب الكلام ده قوي. الدوبلاج ابتديته مع سات 7 اندرو جمال، وحبيت الموضوع جدا، اني يعني دخلني سيشن اعمل كذا صوت. أوكي. فاعمل مره صوت ست، صوت راجل عجوز، صوت مش عارف كرتوني بشكل معين. وبشوف ان ده موهبه الرب اداها لنا، بنستخدمها برضو، بتوصل للاطفال، والاطفال بياخدوا بالهم من الحاجات دي كويس، فبتلزق بقى في دماغهم بالافيهات اللي بتقولها بالطريقه اللي بتقول بيها. قول لنا اشهر شخصيات اللي ممكن الناس تبقى عارفاها. اشهر شخصيات ممكن تيخة، حواديت خضروات. حواديت الخضروات. قول لنا جمله عشان بس الناس تربط. انا سوبر تيخة والودان سلاكة، فين راحت فرصة ثاري كده يعني. طبعا في ناس افاضل عملوا السيزونز القديمه، أيوة. كنت انا صغير يعني. آه. لما كان في سيزونز جديده جابوني وجربت وكان جميل. الاغاني بتاعته حلوه قوي قوي. غنيت بصوته. طبعا. أوكي. بس طبعا كنا بنخرج من السيشنز اصواتنا مش موجوده، لانك بتغني كذا حاجه، انت طبعا عارف يعني، نقول المين، أيوة نقول أيوة السكند، فبيبقى صعب. انت كمان نمنم عملت بيه اعتقد في مغامره في البحر اللي بعده اللي هو اولاد الملك. بعد هديه في ايديا اولاد الملك. أوكي. سوري، يبقى مغامره في البحر، هديه في ايديا اولاد الملك. أيوة. اولاد الملك كنت بعمل نمنم وعم عسل، الصوتين. صح. كان ابتدى عم عسل يتعرف شويه، وكان في بونبوني طبعا وطوفي. صح. وعملنا الحوار كله كان انت وهبه. رحنا مدينه ويوي، ومدينه ويوي بتشوف بالظبط. فيها الحاجات، فبتحصل مغامرات يعني. من اجمل الالبومات اللي بحبها الحقيقه، لانه اشتغلت فيه كتير. ده ألبوم يا جماعه البيتر لايف كيدز، واكيد في ناس كتير قوي سمعت كان سنه 2013. ايوه 2013، وده كان اول ده في اطفال يعني كانوا في الوقت ده مثلا عندهم 5 سنين فكبروا. دلوقتي انت بتحكي في تاريخ 12 سنه 12 سنه كتير طبعا. انا ليه ترنيمه في الالبوم ده. ايوه، اللي هي انا كنت فاكر. وانا في حته منه بتاعتك برضو، انا كنت فاكر، كانت خطيره. كانت حلوه قوي قوي قوي، انا فاكرها. ده كان اول ألبوم مش بس اسجل فيه، لكن اتزق روح اعمل ألبوم. يعني ايه اعمل ألبوم؟ انا مش فاهم. وانت اللي كتبت الحوار مثلا؟ انا اللي كتبت الدراما. اوكي. ومش بس كده، انك تاخد البروجكت كله، انه عندنا شويه ترانيم جايه لنا، واحده من عند سمير، واحده مش عارف من عند مين، طب وهتوديها للموزع، طب فين الجايد؟ يعني اللفه دي كلها كان اول مره اعملها. البرودكشن نفسه اول مره انك تعمله، بعد كده كمان تعمل تصويره يعني. هو تصور. فما عنديش اي خلفيه عن اي حاجه خالص، اتزقيت. ودي واحده من الحاجات اللي بتحصل كتير في الفريق. ماجد عادل شاطر في الامر ده، انه يشوف إمكانية أو فرصة معينة عند شخص، فيزقه ويديله بس المفاتيح الأولية، ويشتغل. وبتعلمك طبعا، بتاخد خبرة كبيرة جدا حتى جدا. لو غلطت مش مشكلة. بتبقى في غلطات طبعا، وفي حاجات مساعدات، اللي هو أنا لوست هنا مش عارف أتصرف، فيجي يساعد، فده بيفيد قوي قوي. أكرم، هنا والآن. أيوه. في الوقت ده أنت إيه أكتر حاجة شغلة دماغك؟ أكتر حاجة بصراحة بتفكر فيها كتير الوقت ده؟ أكتر حاجة بفكر فيها دلوقتي هقول للخدمة، هي خدمة الأطفال. قد يبدو أنه أكتر حاجة بعملها وبتبقى واضحة خدمة الكبار والتسبيح بالظبط. ده أمر طبعا كبير جدا وباخد وقت بصلي له، لكن الأكتر الخدمة للأطفال. خدمة الأطفال عندنا كنت بشوف كده من وأنا صغير، دي الخدمة التمهيدية. يعني
حضرتك شاب صغير مؤمن جميل وحاسينك حلو في المجتمع، يعني كنيسة جمعية أيا كان، يلا روح اخدم أطفال، جرب في الأطفال. مش قصدي ان دي حاجة غلط، لكن بنروح من غير إعداد في بعض الأحيان، أو مش بعض الأحيان، في كثير من الأحيان بتروح من غير إعداد، فبتروح تجرب في الأطفال. ده ما ينفعش، انت بتلعب في حتة حساسة جدا جدا، ما ينفعش تجرب فيها. يعني انجاز التعبير اقدر اقول نجرب في اجتماع جامعة تعزف فيه، تاخد وقت تسبيح، لكن تجرب في خدمة أطفال بتبقى صعبة. نصيحتي انه يبقى نازل شادو مع حد، ظل لحد كبير يعني عارف ازاي بيخدم الأطفال، علشان يعرف بعد كده يتعامل معهم ازاي، او يتعلم الطريقة عشان ما يغلطش غلطات ممكن تشوه الطفل. انا شخصيا حصل معايا كده، اترميت، اللي هو ده انت بتعمل حاجات اهو كرتون وبتاع وحاجات اطفال لطيفه، انزل خدمه الاطفال. اشكر الله ان محدش اتشوه، لكن من شأن اللي كنت بعمله وفي غلطات عن عدم فهم او عدم درايه او عدم حكمه تبوظ الدنيا. فانا الواد مجنني في الفصل وبيصوت مش عارف ايه، فبزعق له فشد ودنه، كانش المفروض. اشكر الله دلوقتي كبروا، بشوفهم في الشارع وبنسلم على بعض، اتمنى ما يكونش حد اتأذى. لكن خدمة الأطفال عندنا يا إما شخص بيبقى ممسوح قوي قوي ومدعو للخدمة دي فبيعملها بكل أمانة وبكل قوة، يا إما يلا نجرب. فدايما يقول لك هنزلك تدريب خدمة مع الأطفال. فده الأمر اللي بيشغل بالي كتير، وإيه اللي بنقدمه للأطفال كمان، لأنه في الفترة الأخيرة بقى لي 4-5 سنين من ساعة ما تعرفت على كوكي مراتي وهي بتخدم أطفال، نطلع نخدم مع بعض أطفال. فهي بترنم وبتقدم الدرس وأنا بعمل كاركتر وبنحكي، فنطلع بالشيف كوركم نعمل حركات، وبتنا نكون دلوقتي فريق كده جميل بينزلوا معانا من أصدقائنا. فشوفنا اللي بيتقدم للأطفال، فالموضوع صعب، لأنه اللي بيتقدم الناحية التانية بره بيشد أكتر من اللي احنا بنقدمه. مبهر، جميل وممتع وحلو. انت بتيجي بتقدم له الحقائق الكتابية بنفس الطريقة القديمة، مش هيقبلك. فالأطفال النهاردة ما عندهمش إلا طبعا في بعض الكنايس، مش عايز أشاور، بيبقوا العيال متعمقة قوي، وده بسبب المسؤولين اللي موجودين. هو الكتاب واحد والحق واحد، بس بتقدمه ازاي. فبنرجع احيانا من خدمات بنبقى مكسورين لانه الاطفال مش عارفين حاجه، مش بس مش عارفين قصص، مش عارفين حاجه، هم عايزين ياخدوا المنظر، اللعبه والحركه والشيف كركم ونمنم والبتاع، بس هو مش واخد حاجه، ما تسقاش حاجه، ما كلش حاجه عدله. فبتبقى حاجه محزنه. لكن الجانب الايجابي بشوف كنايس، لسه كنت بكلم أسيس كنيسة ما، بقول له أنا فخور إن ده بيحصل في الكنيسة، واخدين مثلا سلسلة أسماء الله بيكلموا الأطفال عنها. كنيسة تانية بيحفظوهم القضاء اللي في سفر القضاء. واو. الكلام ده ما بشوفوش. بشوف يعني أطفال ابتدوا يبقوا شباب 13 سنة ما عرفوش. واجي أقول له يعني مثلا نعمل فزورة، أقول له مين اللي كان بيجي له سندوتشات لحمة كل يوم؟ فمش عارف. فلغاية لما أقول له طب حرف الألف واليه لي، مش عارف. اقول له ايليا، يقول لي مين ايليا اصلا؟ نعم. فاللي يلخبط ما بين يونان ونوح، الاثنين كانوا في البحر كانوا في ميه. فبحزن بصراحه طبعا. انا دخلت جامد، معلش انا اسف خالص. بس الموضوع ده همي الخاص يعني. وفي الناحيه التانية اللي بلاقي حاجات بتقدم للاطفال مش بتاعت سنهم، بيدوهم طعام بالغين انجاز التعبير، يعني مش بتاعهم دلوقتي يعني. والأطفال بتحب المنظر ده، هم بيتفرجوا على الميديا فبيشوفوا الأطفال اللي في سنهم برا في بلاد تانية بيرنموا مغمضين عينيهم بيرفعوا ايديهم. بتكلم على الحتة المظهرية، مش بتكلم على الحتة الحقيقية. فأنا عايز أبقى زيهم. فبالتالي الترانيم لما أجي أقول له الترنيمة بتاعتك اللي كنا بنقولها دلوقتي، أنا كنت فاكر ترنيمة قوية جدا وفيها حتت فن تنفع للأطفال. أنا كنت فاكر إنه بيلعب بيا زي الريموت صح. لكن اكتشفت حاجة تانية، مش عايزين ده. بشوف كنايس مش عايزة ده، هو عايز يرنم ترنيم حلوة جميلة جدا، سنصعد ونهتف ونقصر ونقتحم. مش بتاعتك حبيبي لسه. حتى يعني أحيانا لما بلاقي الأطفال عايزة ترنم مثلا اطمن خايف ليه،
ترنيمه ماشي، ترنيمه جميله، يمكن علشان جت في وقت صعب فالاولاد ارتبط بيها. طب انت عايز ترنم بالهتاف ليه؟ نخلع كل الزيف قدامه ليه؟ عملنا كده في الاطفال ليه عملنا كده؟ انا بس اصريت او حبيت ان اجيب مثل على ترانيم برنمها عشان ما بقاش بشاور على حاجه تاني، لكن في حاجات اقوى من كده، حاجات انا نفسي حاجات مش لازم مفهومه لازم اقعد. انا اصلا تشرحها. وانا كبير وبخدم المفروض اقعد واقرا الكتاب واشوف بيتكلم عنها بيقول ايه هنا. نهدم ممالك وسلاطين ورياسات، بترنموها للاطفال ليه؟ معلش بيتحرق دمي شويه لا خالص. همي الخاص الحقيقه هو خدمه الاطفال. في حاجات تنفع تتعمل كرييتيف قوي للاطفال، لكن اقدر اقول لضعف الامكانيات ولضعف الفكر ما بنعملهاش. ويلا زي ما بنقول كده بالبلدي قلبهم، اديهم اي حاجه، ما مش هيقول لك حاجه. انت ممكن تقعد تحضر لخدمه علشان رايح في اجتماع كبار مهم، تقعد وقت طويل وتصلي وتقعد قدام الرب وتحضر. خدمه الاطفال هصلي كده في السريع واروح، ما اقول لهم قصه يوسف ما احنا حافظينها يلا نقولها. ف برضه مش عايز اكون محبط، لكن لو خدت الموضوع بالناحيه التانية وقعدنا علشان قصه يوسف اللي احنا حافظينها وقريناها ودرسناها عشان نقدمها للاطفال وصلينا للاطفال اللي احنا رايحين نخدمهم دول، انا واثق وشفت تغيير كبير جدا. مين يفكر ان احنا ناخد اسماء الله للاطفال واشرحها لهم واحد واحد، يطلع يبقى عارف يعني ايه إلي شضاي، مش بيقولها وخلاص في وسط الترانيم بتاعتنا اليومين دول كده وخلاص. يهوى رفا، ايه يهوى رفا؟ تعالى ندرسها، بتتقال فين وليه، مش بطلع اقولها وخلاص. فيطلع الطفل عنده تمييز، بدل ما بيبقى طالع الناحية التانية بقى في العالم اتفرج اللي بيتقدم له عامل ازاي، مبهر ازاي وجميل ازاي. انا بستغرب انه يعني لغايه النهارده احنا عندنا يعني لا الامكانيات يعني بقيت احسن بكتير طبعا وبقيت في المتناول. انا ما بقولكش الامكانيات انك تعمل كرتون 3D، لا ده مش في المتناول، لكن في المتناول قصدي كنايس ممكن أيوه. يكون ده في المتناول الهيئات والحاجات الانتاج يعني. لكن بتكلم في مدارس الاحد انت لسه في ناس بتشتغل باللوحه الوبريه. ايوه ده حقيقي، بس انا عايز اقول انه انا قلت لك ضعف الامكانيات في بعض الاحيان، لكن كمان قلت لك ضعف الفكر. انا رحت كنايس اخدم فيها معدمه لدرجه انه مفيش حد بيلعب مزيكا، مش قادرين يجيبوا آلة، بس بيشغلوا دماغهم بيعملوا ايه، جايبين بلاي باك وبيلعبوه وذاكروه، مش بس هحطوا عارف فين التيمبو ماشي ازاي، يعني الريتم بتاع الترنيمه، عارف بيقف فين، عارف امتى القرار بيتقال فيه في مجموعه بيقولوا، وخلاص حفظوها الاطفال. صح. بيشغل لهم باوربوينت بكلمات كبيره عشان العيال تلحق تقرا، لانه مش بيقروا بسرعه. فلا انا قلبي فين، في تعب، في مجهود. أيوة. بيتعمل حتى لو ما عندكش امكانيات. ده حقيقي. شفت كنا في كنيسه قريب، من الحاجات الجميله الحلوه يعني، وناس اعرفهم شخصيا كانوا بيخدموني انا في مدارس احد، دلوقتي كبار، بنتكلم 60 سنه و65 سنه وما زالوا بيخدموا في مدارس الاحد، بس مش بيخدموا عشان فضلة الخدمه او ان انا اتعودت، لكن كنت بشوفهم انا داخل ارنم مع الاطفال وهم واقفين بره لابسين اللبس الكهنه واللي هيعملوا المسرحيه، واقفين مع بعض بيصلوا. خلصت تسبيح خرجت لقيتهم بيصلوا. هم مذاكرين كويس قوي اللي هيعملوا، بيحاول بحسب طاقته الجسديه يعمل الشغل ده، واقف بيصلي عشان الاطفال. اتفرج على الاطفال دول اللي في مدارس احد عاملين ازاي. انا واثق ان الشباب الاطفال الصغيرين دول هيطلع منهم خدام رائعين بسبب صلاه خادم مدارس الاحد اللي هو بيعتبر ان ده ابنه، قاعد معايا سنه بصلي له، بروح ازوره. في حد بيزور دلوقتي؟ مش عارف، بس بشوف قليل قوي انه الانكل وطنط او مدرسين مدارس الاحد. شفت ده وبيفرق كتير جدا. احنا جايين نزورك مش عشان انت ما بتغيب، احنا جايين نزورك، نقعد معاك، نعرف احتياجك في البيت عامل ازاي. انا بيبقى الولد بيبقى فخور كده، انكل وطنط قاعدين مع بابا وماما، ممكن البيت ما يكونش بيعرف الرب، لكن بسبب زياره زي دي الناس تتشد. هم جايين يزوروا ابني عيل الصغير ده اللي انا بديله على قفاه، جايين نزوره. فمن هنا يبتدي يسأل عن سبب الرجاء الذي فيك، او انتوا بتعملوا كده ليه؟ اصل احنا بنحبه، لانه ده خدمتنا، ده التحفه بتاعتنا اللي لازم نطلعها مظبوط. فالاهتمام بخدمه مدارس الاحد اكتر حاجه شغلك. اكتر حاجه،
بقعد دايما افكر إيه اللي هنعمله وهنسيبه. قابلت لولو من يومين وقاعد بتكلم معاه، وبعد كده جالي ادراك كده مفاجئ، اللي هو انا واقف بحكي مع لولو هنعمل ايه البتاع والمش عارف نسويها ازاي. الست دي ربنا استخدمها وانا طفل، وانا عندي سنه ونص سنتين بسمع رامبو في المدرسه، الانتاج نفس السنه اللي اتولدت فيها 87. فاللي بسمع ده، الحاجات بتفضل. طبعا. الحاجات بتفضل. انت النهارده اتربيت على ده، كبرت بتخدم مع نفس الشخص اللي انت القامه الكبيره الرائعه دي، فاللي بتعمله بيفضل. خلي بالك واحده من الحاجات، ترميم الاطفال مش بتقدم. صح. ليه؟ لان هم لسه طالعين، هم مش عارفين يعني. هو ده بالنسبه له، هو ده اللي انا شايفه. فلما يجي حد يقول لي عندنا اطفالنا وعايزين بقى نسمعهم ترانيم جديده، طب انت سمعتهم القديمه اللي بالنسبه لك انت قديم، ما هي جديده بالنسبه له. يعني لما تسمعه فاكر شاول بتاعت 87، هو بالنسبه له جديده، هو لسه مولود امبارح. فالتاثير في الاطفال والعمل اللي بتعمله الاطفال مؤثر جدا بالايجاب وبالسلب. فخليك حذر، وفي نفس الوقت خليك مقدام انك تعمل حاجات كتير وتتعلم وتدرس علشان الأطفال، عشان لما تيجي النهاردة يجي سمير يكتب الترنيمة يبقى عارف هيحط ايه اللي بيشد الأطفال، والحاجات الحسية اللي بشاور عليها الريموت وقفل بالعصاية وكده، وفي نفس الوقت يقدم الحق الكتابي ده. مسؤولية كبيرة، وفي نفس الوقت في حتة فن جميلة جدا. وانت مع الأطفال انت مبسوط. صح. انا بلبس كاركتر وبجيب بعمل شيف وبجيب طاسة ومش عارف اعمل الاكل ونطلع البتاع، فن جدا. انا بتبارك في الخدمة دي، مش عايز اقول اكتر ما بتبارك في الخدمه، بس زيها زي المبقفه والتسبيح. خدمه مهمه، مش لازم تتاخد انه يلا ارمي فيها اي حد وخلاص. لازم تتاخد على محمل الجد جدا، اكتر انجاز التعبير برضو، اكتر من الخدمه للناس الكبيره. الناس الكبيره ممكن او الشباب الكبار او جامعه وخريجين واجتماع عام ممكن ياخد الكلام يفلتره، يعرف. صح. يعرف ما يكونش محمول بكل ريحه تعليم. الطفل ده انت ورقه بيضه فبتعلم فيه. فبس أشكر الله برضو من أجل وجود ناس أمناء، مش بس في مجال التسبيح لكن في مجال الخدمة، وناس متدارية بتعمل عمل جبار. بصلي إنه يبقى في منهم كتير موجودين في كل كنيسة، يشاوروا ويسمعوا صوت الرب كويس في الدايركشن اللي يمشوا فيه مع الأطفال، وربنا يستر. طب وانت طفل بقى، يعني وانت طفل يا أكرم، ايه اللي شكل شخصيتك، وايه اللي تفتكره وانت صغير، مش بس في مدرسة الأحد أو في الكنيسة، لكن كمان في البيت مع بابا وماما؟ ايه اللي تفتكره وحاسس انه كان ليه تأثير كبير عليك النهاردة؟ غير مدارس الأحد، بابا وماما هما في السماء. بابا من وانا طفل وهو بابا كان شخص قديس، وفي نفس الوقت مش بتاع هزار، عشان كده انا بحب الهزار. ما كانش بتاع هزار خالص، يدلع ويطبطب وحلو، لكن مش هزار. فكان لما يلاقيني مثلا سوري في الكلمه بهبل، بعمل اصوات كده وهبل، فيقول لي لا، ما ينفعش صوتك ده يبقى كده، صوتك ده ربنا يستخدمه لما تكبر. شايف انكل ناصف؟ تسمع انكل ناصف جميل ازاي؟ الرب هيستخدم صوتك زي انكل ناصف. سمع طنط صفاء صبحي بترنم ازاي؟ صوتك ربنا يستخدمه زي طنط صفاء. سامع لولو، سامع كده. كان ده طول الوقت التوجيه كده. فما ينفعش اللي بنسمعه في المدرسه نيجي نقول. احنا ما كانش عندنا تلفزيون، فما كانش عندي اي انفتاح على العالم خالص، ما كانش فيه سوشيال ميديا، مفيش اي حاجه. فانفتاحي الوحيد على العالم كانت كتب ومجلات ميكي وكده، واللي بسمعه في المدرسه. فالعيال في المدرسه بيقولوا اغنيه ويألفوا عليها كلمات يبدلوها علشان يتريقوا على حد، فانا بحفظها فاجي اقولها. فبابا يوجه هنا، لا يا حبيبي ده مش كده، ده كده. ماما كانت بتلعب مزيكا، وبابا كان صوته حلو قوي. يا سلام. فكان دايما ماما تلعب. ماما كانت بترنم، بس طبعا في اجتماعاتنا ما ينفعش الست ترنم. فكانت ماما تلعب بالاكورديون وبابا يرنم. بابا كان صوته برضو قوي بس عالي، فانا كنت قاعد جنبه في الكنيسه مكسوف، الراجل ده بيعمل ايه؟ فيفتحنا صوته عالي. كان بيكون تسبيح. فكنت بشوف ده، فده خلانا طول الوقت في البيت بنرنم، بينفع نرنم. انا كنت محظوظ الحقيقه في مدارس الاحد بتاعتي. انا كنت بحضر في مدارس احد اخوة عن شمس،
كنيسه الاخوه، وما كنتش بحضر مدرسه احد واحده، وبحضر 2 واحيانا في النشاط الصيفي بحضر 3. كانوا بيودوني الانجيليه كمان. كان في الاخ جورج حكيم طبعا اللي كتب يغفر ذنبي، طبعا وكان صديق بابا، فانا كنت بحس ان انا ليا واسطه في مدارس الاحد. التعليم كان مختلف باللوحه الوبريه على ايامهم والسلايد شو، بس اتعلمت في مثلا في كنيسه الاخوه خيمه الاجتماع كامله وانا في سنه 4 ابتدائي بالرموز. في حاجات كنت حافظها بالقدم، لما نقول 115 قدم، هي ليه 115 قدم؟ اللي هو احنا الحاجات اللي بنعديها دلوقتي في سفر العدد، تيجي سفر العدد اقلب شوف اللي بعد. فانا كنت محظوظ الحقيقه في مدارس الاحد وفي البيت. وزي اي بيت كان عندنا تحديات. اول تحدي فيهم ان انا كنتش اعرف ساعتها ان انا دماغي فنيه، ما عنديش تلفزيون، كلهم بيتفرجوا على هيركليز وزينة والمسلسل مش عارف، انا ما اشوفش الحاجات دي، ما عنديش، فانا مش عارف. اعتقد ده شكل جزء كبير من خيالي اللي بستخدمه دلوقتي في المحتوى وفي السكريبتس وفي الحاجات اللي بعملها، ان انا كله كان كتاب، والكتاب انت المخرج، فبتقرا كتاب في روايه معينه، فانت المخرج بتاعها، انت اللي بترسم الموضوع في ذهنك. فاعتقد ده برضو جزء من تشكيل شخصيتي، يعني ان كان فيها حاجه حلوه لمجد الرب. فكان البيت بتحدياته بالحاجات الحلوه اللي فيه. الاب والام دايما الناس تقول لنا، انا ووسيم اخويا واحنا بنشوف ده، انه اي حاجه حلوه في حياتنا من بركات روحيه او ماديه او ايا كان، هي نتاج صلوات بابا وماما لينا. ما كانوش اروع اب وام في الدنيا لو قستهم بالمقياس المثالي، لا، كانوا اب وام عاديين خالص، عندهم تحدياتهم وعندهم مشاكلهم، لكن كانوا بيصلوا لنا. ده اللي كان بيحصل. ابويا ما كانش يعني الراجل اللي هو مركز عشان، لا، بس كان بيصلي لنا، بيعمل اللي عليه وبيصلي لنا. افتكر مره من المرات كنت كبرت شويه، فكنت سامع بابا بيكلم مع ماما، بيقول لها انا ما عملتش حاجه للعيال، واللي حوالينا فلان وفلان عملوا لعيالهم، ما عملش حاجه للعيال. طبعا سمع همات يعني. فمن وسط الكلام ماما كانت بتقول له احنا سيبنا لهم الرب في قلبه. ده اللي كان ايمان بابا، كان حاسس حلو، بس كان لازم نعمل لهم حاجه، يعني نجيب لهم شقه كل واحد، ولا نعمل لهم حاجه اللي الاباء بيفكروا فيها للابناء يعني. قلت له احنا سيبنا لهم الرب والايمان، وده اللي احنا عارفين نعمله. انا بشوف ثمر ده في حياتي دلوقتي، وهذه كلها تزاد لكم، بشوفها في حياتي. لو احنا بنحاول نجتهد يعني نكرم الرب، فهو الناحيه التانية مش ابتزاز، لكن يعني احنا بنحاول نكرمه عندنا العبيط قوي، البسيط قوي، الصغير قوي، على قد برضو امانتنا، وبنتشكل ونتعلم كل يوم الامانه الزياده. هو بقى اللي هو ايه، انتوا بتفكروا، ما تفكروش في الباقي، خد بوفره، خد بغنى، ده اسهل حاجه عندي. انتوا بتعملوا شغل قد كده، انا هديكوا قد كده على قد ايدي يعني. فده ده الارث اللي سابه لنا بابا وماما، اللي احنا فخورين بيه لحد دلوقتي ومتمرمغين في خيره. جميل. التربية المحافظة شوية، إذا كان في البيت أو بالذات في الكنيسة. لأن أنا تقريبا اتربيت في حاجة شبه كده. أنا جامعة خاص نفوس أيوه. أسيوط. أنت إخوة عين شمس؟ انا اخوة عين شمس، وبعد كده خلاص نفوس برضه. آه. فيعني أنت جبت أنت محاصر. على قد ما على قد ما هي يعني فعلا حاجة بتكبر وتخليك واعي لكل حاجة بتعملها ومركز، على قد ما فيها جزء من التحفظ والانغلاق شوية. فهل ده بتحس انه كان مضايقك ساعتها، كان موترك وحاسس بالحرمان؟ طبعا. بص، وانت صغير بتقارن، انت طفل، فانا ما عندناش تلفزيون ليه؟ ما بنسمعش اغاني ليه؟ ما هو الناس كلها مشغله لولاكي لولا، وانا ما عنديش. ولما باجي اسمعها في المدرسه واجي اقولها، وبيقول لي لا يا حبيبي، احنا اولاد ربنا، ما بنقولش الكلام ده عشان رب ما يزعلش مننا. مش فاهم، طفل صغير، يعني ايه الرب ما يزعلش مننا؟ يعني عامل عقله بعقلنا يعني. لا، الرب يزعل مننا، وبعد كده هنروح النار. طب ما هو ده تصعيد. طب ما هو اصحابنا الجنبيين اللي بيروحوا معانا نفس الكنيسه ومؤمنين وعندهم تلفزيون وممكن يقولوا الاغنيه دي، مش بيروحوا النار اهو. شكله ما زعلش منهم يعني. فكان ده غريب بالنسبه لي. وصلت في مرحله ما
يعني وانا في اخر اعداديه وفي اول ثانوي ما كانش لسه في المفاهيم بالانفتاح اللي بتتقال بيه دلوقتي زي الالحاد، بس انا كنت مقتنع انه مفيش حاجه. قريت كتير، بابا كان بيحاول يحافظ عليا ان انا طول الوقت بقعد اقرا، فاجيله بالالياذه والاوديسا فيشيلها ليه؟ انا عايز اقراها. وجحيم دانتي عايز اقراها، ما يشيله في عنده مكتبه كده، يروح بتختفي بقى، مع ان بيتنا صغير بتختفي الكتاب. فمن هنا ادركت ان هو نفس فكره الحيه ده، هو بس كان بيقول لكم ما تاكلوش من الشجره عشان لحسن عينيكم تنفتح. بابا خايف ان عينيا تنفتح واوصل بالفكره اعلى منه. ومن هنا كونت رايي انه مفيش ربنا شكلها كده، يعني خلينا نعيش بتهذب بس مفيش الله. ده بسبب التقفيله. كنت بروح كنيسه وبصلي، لما يقولوا لي صلي بصلي وانا في ثانوي، في مع ثانوي، بس طبعا ما بعلنش الكلام ده الا الانتيمي الوحيد في الحياه، ده اللي كنا بنحكي مع بعض وعارف ان هو مش هيحكم عليا ولا اي حاجه، ما اقدرش الكلام ده في البيت. اشكر الله ما كملش في الموضوع ده كتير، وما كنتش قادر اكمل في الكنيسه، لانه حاسس بقى انا بشوف الكنايس بره وبيحضروا ولاد مع بنات وبيلعبوا مزيكا. احنا ما عندناش مزيكا في الاجتماع، وشويه شباب في سن مراهقه صوتهم مزيق بيرنموا عايز امشي، فمشيت. وبعد كده الرب استخدم في حياتي ناس. رحت جمعيه خاص النفوس، بابا وماما برضو كانوا بيحاولوا يودوني حته خاص، مش عايز تروح هنا. طبعا مع كامل محبتي للاماكن دي، أكيد. مراتي بتخدم لغايه دلوقتي في كنيسه الاخوه، واللي اتعمل فيها في كنيسه الاخوه وانا صغير هو اللي مكمل، هو الاساس اللي اتبنت عليه حياتي بعد كده طبعا. بس في الوقت ده انا ما كنتش مدرك، يعني كان فارق معايا الحته المظهريه اكتر. رحت خلاص النفوس، ورب برضو استخدم ناس في خلاص النفوس ترعانا واحنا كنا عيال عفاريت، يعني كنا صعبين جدا. الانغلاق ده عمل ايه؟ حتى بعد ما كبرت وقلت لك بابا ما كانش بيهزر، انا بقيت بحب الهزار وحب الضحك، فبالتالي فبتفلت منك حاجات. خد بالك بعد شويه ايه ده، انا عكيت الدنيا، انا ما كانش المفروض اقول الكلمه دي مش نظيفه، ما كانش المفروض اقولها. الهزاره دي لمحت الحاجه، مش وانت مؤمن. هنا بقى يجي دور التشكيل والحاجات اللي بتفتكرها من وانت صغير والتدريب بتاع كل يوم. فهو انا ازاي اهزر من غير ما سوري في الكلمه اقبح؟ واخد بالك الكلام ده ممكن ما عدش يقوله، بس انا بقوله لك. بتعلم، قعدت اتعلم. لا، احفظ لسانك، املى ذهنك بامور تانية. ينفع تهزر وبهزر ومش هوقف هزار، بس ينفع في ليميتس معينه ما تتخطاهاش. ينفع الهزاره ما تبقاش كده، ينفع اللي بتسمعه ما يبقاش كده. ما انا ما كنتش بسمع اغاني خالص، بس بحب المزيكا. فبالتالي وانا صغير في ثانوي كان عندنا هاي فاي بقى وكده، بابا كان بيعوضنا بانه يجيب لنا كاسيت حلو. ايام بقى الكاسيتس الناس كلها كانت بتسجل تحط كاسيتين قصاد بعض، أيوه. وتحط صوتك لحسن كده. احنا كان عندنا بقى بابين، اوعى خطير. فكنت بعمل ايه؟ بجيب شريط من مكتبة الشرايط عندنا، دكتور مجدي صمويل. سمعت الوعظة 50 مرة، واخدها حاططها ومسجل عليها اغاني اجنبي. كنت بجيب الشريط واخبيه في الشراب علشان انا عايز اسمع. لو بابا شافه ده شريط ناخد اسمع. خطأ كبير، مصايب، لكن ده بسبب انه الحرمان في مفهومي. ولو انه لو كانت ساب لنا الدنيا شويه، او الدنيا كانت منفتحه اكتر مع التقويم والعصا والعكاز بتاع الاهل قبل الرب، كنا هنرجع تاني. ما احنا بعد ما عملنا كل ده حسينا انه كلام فاضي، ما تيجي نرجع للمظبوط. بس فالحرمان لو ما، واعرف كتير قوي من ابناء الخدام الجمال جدا جدا بسبب حته القفله دي، وبسبب حته انه شايف بابا طول الوقت عامل كده، بعدوا خالص عن الرب، ما بقاش ليهم تواجد للاسف، ضاعوا. فالموضوع مش حرمان او كبتي ولا التصعيد، لكن الموضوع ان انا، ودلوقتي محدش بقى بيقدر يعمل اي حاجه، الدنيا منفتحه جدا. انا مربيك على ايه؟ وهتدوق الوحش وهترجع. بالظبط، هو ده اللي عايز اقوله لك، انه او ده اللي انا بفكر فيه من كلامك، انه مش لازم، مفيش ضمان
لأي بيت مسيحي أو أسرة مسيحية مؤمنة إنه عيالها الحرمان ده يرجعهم لربنا، صح. أو مش ضمان إن هم بعد ما يشوفوا ما يطلعوا يعملوا زيك كده في المستخبي والمداري يعرفوا حاجات تانية، مش ضمان برضه إن هم يرجعوا تاني لربنا. صح. يعني ممكن يروحوا وما يرجعوش تاني. ده حقيقي. بس هنا اللي بيفرق اللي بيحصل في المخدع. الأب والأم بيصلوا قد إيه لعيالهم، الدوافع النور برضو على قد ما هو برضو ربنا بيحترم النور. بابا وماما على قدهم في الوقت ده كان هم ده اللي شايفينه، أيوة. ده اللي واصل لهم. فعلى هذا الأساس ربنا بيحترم ده وبيقدر ده وبيبارك حتى لو الابن أو بحس إن ساعات لو واحد مننا بناء على اللي حصل معايا برضو بيروح، بس بتلاقيه بيرجع تاني بيلف ويرجع تاني يفتكر الحاجات اللي هو كان بيحبها فعلا. هو ما كانش كان فيها حرمان، بس كان بيحب العيشة دي، كان بيحب الطريق، كان بيحب الكنيسة، كان بيحب الترانيم. يعني الحاجات على قد ما كان فيها حرمان، بس كنت بحب الحياة دي. أيوة. كنت أحب الجمعية وأحب النادي والنشاط الصيفي والمدرسة، مدرسة الكتاب وهكذا. يعني بنحب ده. وقتها بتبقى حاسس إنه أنا في حاجة تانية أنا عايزة، عادي زي الدايت. فاهم؟ أكلت بعدين. وبعدين لما كبرنا وبابا انتقل وأنا كان عندي 26 سنة، ماما عاشت بعدي 10 سنين. في 10 سنين دي ما كانتش بتقول لي أنا وأخويا الأفضل إنه كذا ولا لا، كانت بتصلي. كنا بندرك بعدين اختارنا اختيارات غلط في حاجات واحنا شايفينها ان هي عادي اختيارات مظبوطة، فهي تقدر تقول لنا ده غلط. ما كانتش بتقول، كانت بتصلي. مش صلي شيل، صلي ووجههم صح، خليهم يختاروا صح. فنلاقي الحاجات الاختيارات اللي اخترناها انا واخويا غلط تختفي ونزعل ايه مش عارف ايه. يجي بعد كده ايه ده، شوف الاختيار التاني اللي اخترناه بس كان باين قوي في ارشاد من ربنا عمل ازاي. الصلاة الاهل عمرهم هيبقوا مثاليين. فانا لو اكلم الاهل اقول لهم مش هتبقوا مثاليين. فعشان في ناس تقول لك ما انا مش مثالي بقى خلاص سيبها تخرب. لا، انا مش مثالي، بس انا هصلي لعيالي. انا هحاول اجتهد كل يوم اتغرس في الكلمه واتغرس في القعده مع الرب علشان ده ينضح فيه. مش ده اللي بنعمله في حياتنا حتى واحنا ما عندناش ابناء؟ ده اللي انا بعمله دلوقتي. في تهذب معين بيحصل لك لما تتنقع في قدام الرب. يعني الامر ده ادركته متاخر. يعني في امور في حياتي كتير حاولت اعملها بدراعي، او لا انا دلوقتي انا هلتزم بكذا وهعمل كذا، ما اتعملتش. وانا كنت فاكر كمان لازم اعمل بالطريقه المعينه دي. لكن لما قعدت مع الرب وقعدت كل يوم سوري احيانا بتبقى القعده سخيفه، انا مستسخى مش قادر يا عمي عندي بلاوي، لا اقعد. طب ما عنديش نفس، اقعد. عمليه التنقيه دي او التنظيف ده بقى يشكلك زي الميه اللي عماله تنزل على الصخره وتنحت حته 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 فبتتنحت. واحيانا طبعا تانية الرب في عمليه التشكيل، وبشكر الرب من اجل تشكيله في حياتي دايما. هي بروسس مش بتخلص. احيانا تبقى على الدولاب كده وايد الفخاري مبلوله وتلمس الطين وتدوس شويه كده ويشكلك. واحيانا تاني يبقى في زلطه في حياتك وانت بتحب الزلطه دي، وانا حصلت معايا كتير واغلبها كان زلط. فلازم يخش بالازميل وبالشاكوش يكسر الزلطه، فالاناء يتوجع او يتشرخ يرجع يرممه بس ما بقاش فيه نتوء الزلطه دي. فده اللي بيحصل للاب والام في تربيه الاطفال. احنا مش عارفين نحافظ حتى على شكلنا قدام الاطفال وبنتخانق العيال بيشوفوا مننا طباع وعادات مش مظبوطه. طب هعمل ايه؟ اقعد قدام الرب، هو يعرف يشكلك ويشكل العيال بقى، او يحميهم ان هم يتخبطوا بالحاجات دي. فهي عمليه التشكيل الطبيعيه تحصل معاك ومع اطفالك، واديهم رصيد من الصلاه. ادي رصيد من الصلاه. ده اللي انا اختبرته وده اللي شفته وده اللي في يوم من الايام لما يبقى عندي اطفال هعمله، هصلي لهم. هحاول طبعا اجتهد ان انا اكون بعمل لهم كل حاجه زمنيه وروحيه، لكن فوق كل شيء هصلي لهم. اقعد انا مع الرب عشان اتغير، عشان ابقى نافع ليهم، مش بمثاليه بلهاء يعني لانه مش موجوده، لكن
علشان انا عايز اشوف دول طالعين في مخافه الرب وطالعين بيخدموا الرب. اكتشفت امتى وازاي انك تترنم صوتك حلو؟ ما بقول لك، بص، بابا كان بابا وماما، بس ماما دايما كانت ايه، الحنيه واللي هو ايه، تضحك عليها ببوسه يعني. اوكي. بابا كان يحاول طول الوقت ارنم، مش عارف كانوا وانا صغير. كنت اشوف في الجمعيه، كنت في جمعيه خلاص نفوس بقى عين شمس. انا لما رحت ثانوي رحت مصر الجديده، بس واحنا صغيرين كنا في جمعيه عين شمس اسمها ينبوع الحياه. كنت بشوف المرنمين بيطلعوا بيلعبوا بالعود، الاخ مجدي انيس والاخ ميلاد صابر بيلعب بالكمانجا. يا نهار ابيض، انا بحب المزيكا وبحب الفن، مبهور. 4 سنين. فكنت اتسحب من جنب بابا واطلع على المنبر واعمل ان انا الناس تضحك ويسيبوني يعني. ودي واحده من الحاجات التانية. دلوقتي احنا بندي العيال على نفخه، كانوا يسيبوني. مفيش اخوه كبار في منهم ستينات، محدش يقول لي مثلا نزلوا الواد ده بيستهبل بيبوظ البتاع. لا، انا مبسوط ان انا بعمل ان انا بلعب عود وبعزف مزيكا كمانجا. ومن هنا حاسس ان انا موجود. ابتديت ارنم وانا صغير. كانوا في المدرسه كمان بيخلوني اغني اغاني اللي هي الوطنيه والحاجات دي. كنت الولد الوحيد في الكورال بقى، وكنت كده. فكان واضح انه في عندي موهبه الصوت، ان انا بغني وبرنم وكده. بابا حاول يزقني اكتر في الترنيم، بس انا شخص خجول. ما يغركش المنظر دلوقتي يعني، انا قاعد قدامك وانا بترعش، خد بالك، حتى لو انا تحس ان انا بتكلم ومنطلق. فكنت خجول جدا. في اي حته عايز يزقني، روح رنم اعمل. لا، لما رحت خلاص النفوس مصر الجديده، كانوا مشجعين جدا. لقيتهم جابوا لي بيانو واقعد العب على البيانو ومع اللي بيلعب يعني في اجتماع الشباب. كنت خجول جدا. في سنة ثانوي ولا جامعة؟ ثانوي. كنت في تانية ثانوي. اوكي. فقلت لهم لا، ما مكسوف، مش عايز، ما بحبش الاضواء تبقى عليا خالص. طب اطلع كود التسبيح. لا، ما كودش تسبيح. طب ما احنا سامعين صوتك حلو. لا، مش عاوز انا. وقرفتهم. طلعت عينيهم. ثم كانوا مشجعين عمرهم ما لفظوني. كبرت شويه، دخلت جامعه وابتدوا الكبار جدا. ودي حاجه على فكره ما بتتشافش في حتت كتير يعني. الشيخ فوزي وهبه كان سنه مثلا اواخر السبعينات مثلا، بشوف عيل عنده 17 سنه و18 سنه وعايزني اطلع كود التسبيح في الاجتماع العام اللي معظمه ناس كبيره، ويشجعني واللي هو ليه احنا معاك ما تتكسفش مش عارف يقول. الاخ فارس فاضل ده كان القائد بتاعي، ده من اكتر الناس المشجعه واللي هو خش وخليك ويعمل وكده. كنت اروح مره اكود تسبيح و3 مرات ارفض، بس كل مره اكود تسبيح بعد ما بنزل شجعوني على، انا عارف ان هو مش الموضوع ما كانش حلو قوي كده، بيشجعوني يعني بافراط. فالموضوع ده كان بيفرق معايا جدا. كان بعد كده يقول واحد مره قال لي انت ليه بتبص على الناس؟ انت مش طالع تسبح الرب؟ ما تبص، انا عارف انت بتتكسف، سبحه هو. ومن هنا ابتديت كل مره ابقى مكسوف اغمض عيني. بعد كده بعد نمنم وكده اتعرفت على ماجد عادل قائد فريق الحياة الافضل، وكنت في مكتب الانتاج بيتر لايف بعمل سوشيال ميديا. كان لسه بدايه السوشيال ميديا وما كانش في حاجه، وكان في صفحه للفريق فان بيج كان اسمها على فيسبوك. وماجد من الشخصيات الفيجناريز كده، بيشوف شايف الموضوع من بعيد، اللي هو مين محدش فاهم ان كان بعد كده هيبقى السوشيال ميديا هي كل حاجه. فكنت انا ساعتها بشتغل في ساتسفن، قال لي ما تيجي استأذن يعني منهم، وخدني وابتدينا نشتغل على حاجه مش فاهمينها عن النت. وطلع الفيسبوك ويوتيوب وابتدينا نشتغل وعملنا السوشيال ميديا بتاعت بيتر لايف. كل ده ما كنتش دخلت الفريق، وانا كنت بشتغل زي ما كنت متعود في سات 7 بشتغل يوم الجمعه وباجل سبت وحد. فطلبت منه ان انا عايز اجل سبت وحد برضه، بيبقى حلو يوم الاحد يوم شغل بقدر اروح البنك اخلص حاجه اعمل حاجه وكده. فقال لي ماشي. الكلام ده سنه 2010 اخر 2010. ففي يوم جه المكتب يوم جمعه، انا كنت قاعد بشتغل لوحدي في المكتب مش مدي اخوانا. هو داخل كنت قاعد برنم، فاتح البتاع وبرنم وحطت السماعات، فمش مركز مين دخل ومين خرج. فتري دخل وقف ورايا وبيسمعني وانا معرفش،
بعد كده حط ايده على كتفي، طبعا كوبايه الحاجه اللي بشربها اتدلقت والدنيا كانت صعبه. قال لي انت صوتك حلو بقى، هو دايما يحب يهزر، انت عارف، انت صوتك حلو بقى. قلت له يعني ليه؟ طيب انا سالت، هو كان سمع قبل كده او حاجه، سالت وسالت قائد بتاعك وعرفت ان انت احيانا بتخوض تسبيح احنا محتاجين. كنت ساعتها بخدم في الكيدز، بيتر لايف كيدز، كل حين واخر اروح اعمل حاجه، يطلعوني مثلا الكتاب المقدس الثمين بالحمالات، اروح اعمل نمنم، بس كله مستخبي، يعني كله انا متداري. ده ما كانش صوتك، كان صوت ده غسان بطرس اللي جابوني علشان اعمل الكليب ساعتها. كنت بس انت ونمنم، اعمل نمنم في التصويرات. حلو، انا أيوة. كلهم شايفين لولو هي اللي عليها الكاميرات والحاجات، وانا مستخبي ورا البتاع. فقال لي طيب تدخل الجونيورز، اللي هو كان ساعتها جونيورز، دلوقتي بقى اسمه رايز، أيوة. اللي هو فريق الشباب. قلت له طب خلينا نصلي ونشوف وكده. بعديها ب3 شهور كان في المكتب وسام الضعيف اللي هو في السما دلوقتي، كان هو اللي ماسك الفريق، فقال له عايزين ندخل اكرم الشباب، وسمعوني ودخلوني الفريق. ومن هنا ابتدت الحته بقى دي تتكسر، انا داخل الفريق ومن اول خدمه موديني احسبها صح، فاللي هو انا ما بنامش، ما نمتش الليل كله، واي تامل في ذهني هقوله قبل الترنيمه بتاعتي انا خايف اقوله، بترعش وكده، وبتقف قصاد الناس، وانا كمان مش متربي ان انا اعبر بمظهريه في التسبيح، فالناس بترنم إلهنا عظيم وبتعمل كده، انا مش هعرف اعمل كده فانا عامل كده فالموضوع كان غريب عليا، وانا كان في ذهني طول الوقت انه الناس اللي بترفع ايديها ومش عارف بتعمل غمض عينيها دول ناس سوري هجاصين، اللي كان في ذهني بيمثلوا بقى وبتاع، دي مش عباده حقيقيه، انتوا وده درس اللي بتعلمه كل يوم، اللي هو انت مالك بالناس يا حبيبي، مالكش دعوه بالناس. وكان الرب بيقول لي انت مالك خليك في روحك، صح. القلب هو اللي بيقول يعمل اللي يعمله، صح. اللي ما يناسبكش ما تعملوش. انا ده ما كانش مناسبني، ما كنتش عارف اعمل ده. ومن هنا ابتديت اتعلم في الخدمه شويه حاجات، انه اللي انت شايفه حلو قوي ومبهر جدا جدا جدا، في احتماليه كبيره جدا يبقى فاضي من جوه، والعكس، رغم ان كنت عارف الكلام ده بس شفته بقى بجد، واللي ممكن تحس انه هو ده يطلع منه حاجه، يخرج منه شيء صالح، يبقى هو اللي فيه كل حاجه مظبوط. كنت ساعتها بخدم في ال3 فرق الكبار والشباب والاطفال، كنت بستوي يعني. واحده من المرات كان في عندنا خدمات اسمها انا هو، ودي كان اول مره اختبر حاجه انا مش متعود عليها خالص. كنا في المنيا وقاعدين، وكان دكتور ماهر صمويل هو اللي على الكلمه. في وقت الكلمه احنا قاعدين، فجات لي ست بسيطه كده وقالت لي يا ابني ممكن تصلي معايا؟ جات لي انا دونا عن الناس، فانا اتكسفت، فقلت لها طيب هشوف لك الاخت نانسي فلتس ممكن تصلي معاك. قالت لي لا هو ربنا قال لي انت اللي هتصلي معايا. ربنا قال لي ايه بقى انت كمان الاحراج ده؟ فقلت لها طب ماشي هشوف بس واحده يعني اخت يعني تكون كده قالت لي ربنا قال لي انت اللي هتصلي معايا. مش فاهم حاجه، فجيت اصلي مش عايز امثل، انا خايف وما عنديش حاجه اقولها فعلا. فابتديت صلاتي، يا رب ام فلان انا جاي اصلي لاجلها وانا ما عنديش ولا حاجه اقولها. ده اللي ابتديت بيه صلاتي. فمتخيل مثلا ست تروح مداني بالقلم وماشيه وحصلت بقى معايا، كان اول مره، غالبا ما حصلش معايا حاجات كتير كده. انا قلت الكلمتين دول وكأن لساني كان معقود واتفك. ايات انا مش فاكر حفظتها امتى. الكلام، عارف انت دايما لما تيجي تتكلم الكلام بينزل كده من كده كده، لا الكلام كان بينزل هنا. اروح اقول لهم ايه في البلد انا كنت بصلي كده وابتديت اصلي مفيش اي نبوءات ومفيش اي حاجه، يعني بصلي صلوه لاجل حياتها ولاجل ابنها المدمن ومش عارف ايه. بس ما كنتش متعود تقول الكلام ده بالانسيابيه دي، بالطلاقه دي. ايه الطلاق؟ وانا مكسوف كمان، احنا في الوعظه شغاله واحنا واقفين في الخيمه، فانا على جنب واقف على جنب، وابتدى جسمي يترعش وانا بصلي وابتديت اعيط. انا مش شخص البكاء يعني، مش ببكي، وبالنسبه لي البكاء ضعف طول الوقت، اتربيت كده.
والراجل ما بيعيطش، وحتى بقابل صعوبة في الانكسار قدام الرب أو في أحيان كتير. ابتديت لقيت نفسي بترعش وبعيط وبصلي. كان أول مرة أشوف حاجة زي كده. فاكر بعديها اللي كان واقف جنبي واخد باله من موضوع سامر الضعيف، فجي حضني وطبطب علي، قال لي وصلى لي يعني الاستخدام لربنا ليا. وبعد ما هديت وفقت، هو ايه اللي حصل ده؟ انا مش عارف. وكان اول مره اختبر حاجه جديده عليا، وبثق ان ده ربنا اللي كان بيتكلم من خلالي طبعا. رغم اني ما قلتش حاجه فرقيعه، يعني كنت بصلي لاجلها صلوه عاديه خالص، ممكن النهارده اصلي احسن منها انجاز التعبير يعني، لكن ساعتها كانت غيرتني انا، يعني كانت بتهزني انا من جوه. ومن هنا ابتديت ما شاورش، ده بيصلي كده ما تدنوش، حط الحاجه في ضوء الكلمه. انت شايف ناس بتصلي مش عارفه بطريقه معينه وبيقولوا حاجات معينه وبيعملوا حاجات معينه مش عاجباك، امتحن نفسك قبل ده في ضوء الكلمه. الكتاب بيقول ايه عن الكلام ده، ويدرس الكلمه. كل ما تدرس الكلمه كل ما لا تحمل بريح تعليم، مش اللي جاي هنا ياخدك واللي جاي هنا ياخدك. وده للاسف برضو بشوف عكسه في احيان كتير مع الخدام اللي بشوفهم في الوقت اللي احنا فيه. مش بدينهم، مش بدين حد يعني، بدين روحي يعني. احنا طالعين كده يلا وحلوه البتاع، ما انا صوتي حلو وبرنم، ولا انا شاطر في الكتابه وبعرف اوعظ. انا بعرف اوعظ، انا بقف قدام الشباب بقول بولع الدنيا، ولا قدام الناس الكبيره فاحيانا ما بنمتحنش انفسنا ودوافعنا وكده، وما بنقعدش قدام الرب علشان ناخد حاجه عدله. وانا مقدر انه الدنيا سريعه، لكن بقول لنفسي قبل اي حد اتلم واقعد قدام الرب، ما عندكش حاجه ما تطلعش، ما تقولش، والرب طرقه مختلفه تماما عن طرق. واحده من الحاجات اللي مش عارف ليه تطرقت للموضوع ده، اللي بتلفت نظري انه احنا بقينا بنحب الكاميرات، وبقينا بنحب الميديا، وبنحب نعتز كده بالموضوع ده. وعلى عكس زمان كان ممكن تقعد طول حياتك ما تعرفش مين نجيب لبيب ده. ملوش صورة على قلبه، بيحط لك على قلبه نخلة وعود، انت مش فاهم ده ايه، ما تعرفش بتتخيل، ما تعرفش مين. يعني اللي حضرهم كان طبعا مع حفظ الألقاب ماهر فايز، كان النقلة اللي من هنا لهنا. ولما شفناه في خنت ليه وبعتني، ايه ده، هو ده، يا راجل وكده. دلوقتي انت بقينا بنعمل اي حاجة بنحط حواليك الهالة بتاعة النجم. انا عارف اني اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، شفت مقطع بهجة عدلي كان تحفة، كان خطير، بيمس الموضوع ده. بس انا مبسوط انا بسمعه منك، لانك انت غرقت في الميديا، او الناس غرقوك في الميديا، انجاز التعبير. والناس بتتخيل، مش قصدي غرق اللي هو حاجه وحشه، قصدي يعني أيوة انت فهمك. كنت ايدك في الموضوع، وبالعكس انت ده جزء من خدمتك وجزء من شغلك. بس فاحب اسمعه منك انت. بص، قبل الحاجات دي كلها، قبل ما ابقى في الميديا وقبل ما اخدم في البيتر لايف وكده، في خلاص النفوس كان في سلسله واخدها ليا كرولوس عن الخدمه والخادم. تمام. وكان مش هتلاقي تعبير تاني، بيبعزقنا في الوعظات دي بالروح القدس طبعا من الكتاب. ازعم ان انا اتربيت في حته معينه في الامر ده. طبعا في افاضل احسن مني مليون مره عارفين بيعملوا ايه، ولما بيبقى عليهم السبوت اللي بيعملوا ايه. يعني لسه بقول لك كنت بكلم مع لولو، دي واحده من الناس الشاطرين جدا، دي اول واحده بقى عليها الهاله دي والسبوت ده. فكنا بنتكلم على الموضوع ده، وازاي الناس بعد الخدمه بتبقى بتحبك، يعني شايفاك وانت بداخل بيوتهم، خلي بالك في التلفزيون، فعايز تتصور معاك، فبتلاقي زحام وبتلاقي مش عارف ايه. فمش بس ربنا يديك حكمه انك ما تنتهرش حد، واللي هو معلش لازم امشي او تتعامل بكده هو، لا مش ده بس، ازاي استغل ده ونوصل لهم الرساله. ما هو ممكن ما يبقاش ولا حاجه من الايفنت فرقت معاه، يفرق معاك الكلمه اللي هتقولها له. فكنا بنتكلم في الموضوع ده، فكانت بتقول لي انا بستغل كل فرصه ان حد عايز يجي يتصور، ورب يرشدني كده اصلي، ما تيجي نصلي، مش احنا هنصور، انت تصورت يلا نصلي، وصلي له عايز نصلي لك عشان ايه؟ يمكن ربنا يستخدم كلمه ولا يستخدم تاثير معين انه يتغير، حياته تتغير.
فهي دي الفكرة. كان واحدة من الحاجات اللي كان بيقولها دكتور الأخ إيليا كرولوس، كان بيقول لو أنت خادم بجد تبقى ممسحة لإخواتك وللآخرين. الكلمة دي أنا فاكرها، الكلام ده من كام سنة، من 17-18 سنة، فاكرها لغاية دلوقتي. يعني إيه تبقى ممسحة؟ وقعد يدي أمثلة. يعني فلان اللي معاك في الخدمة بيضايقك بكذا، ماشي، يعني إيه ماشي؟ تحط في المحك العملي تلاقي الموضوع صعب. سمير بيخدم معايا دلوقتي وبيغتت عليا، مش عايزني اخد حاجات عبيطه، الكيبورد ده علشان احنا مش عارف ايه، لا ده انا هتخانق وانت مالك وهنعمل خناقه، صح ولا لا؟ مش ده بيحصل؟ طبعا. تبقى ممسحه كمان للاخرين. يعني لما يجي لك واحد يغتت عليك من بره من المخدومين، ممسحه يعني يمسح فيك رجليه، لو رجليه متوسخه يمسحها فيك. هل بنعرف نعمل ده؟ ومن هنا يجي بقى المفاهيم الاخرى التانية بقى، النجوميه والحته الاعلاميه. كنت في احد الدول بره مصر وجوا لي اطفال صغيرين 12-13 سنه، جايبين لي قلم بيقولوا لي مديل على التيشيرت. كان اول مره اقابل الموضوع ده في بلد مش عربيه. يعني اتصرف ازاي؟ وجاي لي هو واصحابه وكلهم جايين وبيعمل لي كده مديل على التيشيرت. اتصرف ازاي في موقف زي ده؟ مش عارف. يعني دايما يقول لك تعال نتصور معاك، بحبك، ربنا يباركك، الترنيمه الفلانيه المره دي عايزين يعني. واطفال الرب اداني حته بصيره كده، نقول له حاضر هنعمل ده، بس انا مش سليبرتي، انا مش نجم، انا مش، احنا بنخدم ربنا. واحنا بنخدم ربنا احيانا بنتصور، واحيانا بنعمل فيديو كليبات عشان توصل للناس، واحيانا بتشوفني في السوشيال ميديا ولا في التي في، بس انا مش نجم. انا ما ينفعش ابقى نجم. وقعدت اكلمهم عن الموضوع ده. طبعا حاولت ان انا اوصل المفهوم كامل، وفي الاخر اصروا ان انا امضي لهم على البتاع. فقعدت اكتب لهم مسجات، رسائل، رب يسوع بيحبك وانا كمان، انت غالي قوي، حاجات كده باللطافه دي. طلع الولد اللي كان متزعم الموضوع كان ابن ناس اعرفهم كويس قوي قوي، فجم قالوا لي فرق معاه انه انت كتبت له كده ومعلق التيشيرت عنده في الاوضه، مش عشان انت سليبرتي او يعني بالمفهوم ده انت نجم او عليك حاجه، لكن علشان اللي انت قلته لهم، وبقوا بيحبوك قوي لما بيشوفوا مش عارف بيحبوك، حتى ما بيفهموش عربي قوي. فربنا يدينا نعمه نستغل، مش بس ما نبقاش متكبرين، نتكبر عليه اصلا، احنا فينا حاجه. هو لما بيقول بستخدم المصدره وغير الموجود، دايما بفكر نفسي بيها. انت يا ابني مصدره وغير موجود، وانت عارف ايه اللي جواك اللي الرب بيحاول ينظفك فيه ويصنفرك فيه. فما اوعى في يوم من الايام تحس انه ما انا هطلع اعملها كده، هتقول لي رنم تاني هطلع اعملها كده، فتره تسبيح يا سلام هطلع اعملها كده. لا بالعكس، استغل انك ابتديت تتعرف، وانه بتعمل حاجه على السوشيال ميديا ولا على التلفزيون. استغل ده عشان توصل رساله المسيح. يا عم ده انا خلصت الخدمه، بعد الخدمه استغل ده علشان توصل رساله المسيح. رب يدينا حواس مدربه كده نحس باحتياج الناس. فاجي الاقي ولد جاي بيسلم عليا، فباين عليه انه مثلا بيشرب سجاير او مش عارف ايه، ابتدي احذف كلمه واتكلم معاه. وعملتها كتير، واوقات كتير للامانه مش بقدر اعمل ده، خلاص لازم نمشي ولازم هنسافر ومش عارف ايه. لكن لما بيبقى عندي فرصه بعمل ده، انا اللي بتبارك. بحس ان الخدمه الجميله دي كوم، والخدمه اللي تبان قدام الناس صغنونه قوي دي كوم تاني. وصدقني الرب بيباركني بدي اكتر من دي. لما حد ياخد رقم تليفوني مثلا ويبعت لي يقول لي انا واقع في كذا، بتصلي معايا، اعمل معايا، دي خدمه. رب طبعا بيشوف ان كلها خدمات عظيمه، بس انا بالنسبه لي انا دي خدمه اعظم بكتير من الخدمه المنبريه الجميله اللي الرب يبارك الكل فيها، اللي بتعملها وانت عليك السبوت. انا مش عايز اتكلم، انا عايز اسمعك. حبيبي. ايه الوقت؟ اصل انا يعني بتخيل واحد كان في بابل ومحافظين عليك ومش انت بس، يعني انت المجتمع كله كان كده، اذا كان في البيت او في الكنيسة، وفجأة انت طلعت على السطح، انت بقيت على وش القفص. ربنا سمح بكده، موهبتك سمحت بكده، الناس شجعوك على كده، اتحطيت في بيئة وفي فريق وفي مع قادة.
شافوا فيك حاجة زي كده وربنا بيستخدمهم لتشجيعك. بس هنا بيبان يعني هنا بيبقى فيه كده الصدمة، كأن واحد كان عايش في مع مش قصدي ان انت كنت كان في جرة وطلع لبر. بس ما اقصدش خالص ان انت أنا فاهمك، كنت في فاهمك حتة كويس. اقل، أيوة. انت كنت في حتة مختلفة. لو انا كنت في حتة اقل بكتير. عارف زي واحد، عارف انت الواحد اللي كان في الريف أيوة. وراح طلع للحضر. للحضر أبهرته أضواء المدينة. انا عارف ان انت برضو متربي، وزي ما بتقول في حتة الخادم والممسحة والتربية اللي بابا يعني ربها لك. احنا التربية دي ما بنفهمش فيها يعني ايه نجومية. لا، وما بنفهمش فيها يعني ايه واحد يبقى عايز حاجة. طبعا فيها يعني اكيد بنتعرض لحاجة زي كده، لكن من كتر ما اتداس علينا في الحتة دي انت بقاش فده فارق معاك. لكن لما بتتصدم بيه فجأة اللي جواك بقى بيطلع، اللي هو الوحش اللي جوه ده او الوحش اللي جوه يبتدي يطلع، حتى لو متربي وكأنه مكبوت ويعني القنبلة موقوتة. بص، أشكر ربنا إنه ما كانش عندي الحتة بتاعت إن أنا عايز يعني لغاية النهاردة لو أعرف أعمل خدمة مستخبية أعملها. الرب سمح بده لأنه هو عاوز ده، لأنه هو شايف إن ده هيستخدم. أنا هقول لك على حاجة. أكتر ترنيمة معروف بيها الطمن دي ما كنا مش الستايل بتاعنا في الفريق. هم مسمينك مسمين الطمن. احيانا الناس ما بتبقاش عارفاني فيقول الاخ الطمن او اللي بيرنم الطمن، او لازم بعد كل خدمه حتى لو خدمه ملهاش علاقه مش هينفع فيها تلاقي الناس بتقول الطمن. رب استخدمها في وقت ده مش ستايل الفريق اللي احنا الترنيمه انت فاهم مزيكا في الكوردين والكده. انا سمعت الترنيمه وبعديها بسنين، بعد ما طلعت بسنين وحسيت انه ترنيمه كتابيه حلوه قوي، ما تيجي نرنمها. ورغم استنكار المزيكاتيه اللي بيفهموا في المزيكا يقول لك دي مش مزيكا قويه يعني، ماجد شاف انه لا، ممكن نتويك كام حته كده وتتظبط. ورنمناها على فكره قبل الكورونا كتير في خدمات وكانت قويه جدا. الرب قصد انه يستخدمها في الكورونا في الخدمه في الوقت الياده اللي كنا قاعدين حوالين الترابيزه. أيوة. بالمناسبه اليوم ده كان من اوحش الايام في حياتي، من اوحش الايام في حياتي. جاي عندي مشكله في الشغل كبيره، وجاي كان ساعتها عندي مشكله مع ماما في البيت، كان في امر مضايقها وانا مش المفروض يعني الموضوع ومش قادر. فكل شويه يقولوا لي يلا عشان وقت التسبيح بتاعك، كلهم مش داخل، مش قادر اخش دلوقتي. يا عم وقت التسبيح بتاعك، لا خلوا حد تاني يقود. فيخش حد ياخد سيشن تسبيح، اللي بعديها خش مش قادر، مقفول تمام. فكده قعدت اصلي وحسيت ان الرب بيقول واطلع قول الكلام ده، مش انت متضايق والناس فاكراك ان انت جميل وهتطلع تسبح، واطلع قول. وده لو شفت الفيديو على اليوتيوب كله مش الترنيمه في الاول بطلع بقول ما عنديش حاجه اقدمها خالص، وجاي من مشكله 1 و2 و3، مشكله في البيت ومشكله في الشغل، وانا نفسي ما عنديش نفس اعمل اي حاجه، لكن انا جاي معاكم دلوقتي قدام الرب استخدم ده الترنيمه دي في الوقت ده ان هي تبارك الناس لمده لغايه دلوقتي 5 سنين. الناس انا لو وريتك كميه الحاجات، ده مش شغل بني ادمين، ده مش شغل بشري. لما حد يبعت لي يقول لي بابا كان بيعاني من كانسر وكان متألم جدا، ما بيستريحش غير لما يسمع ترنيمه الطمن بشغلها له لوب، هو ده اكرم؟ لا، ده الروح القدس هو اللي بيعمل ده، هو الرب اللي بيعمل ده. فانا هاجي اعمل نجم على ايه؟ على ايه يا حبيبي؟ انت ولا حاجه. ده انا هقول لك، ده لو انت اكرم مش بزبالتك وقرفك ما ينفعش تبقى نجم. يعني حتى يعني نقينا اكرم ده ونظفناه وشلنا منه كل الحاجات، انا قصد اقول كلمه زباله وقرف علشان يبان اكرم فيه زباله وقرف. شيل بقى كل كده، اكرم ده الجميل، يبقى عمل الرب بالمنظر ده. لو حكيت لك اختبارات مش هتصدق. مره في استراليا خلصنا الخدمه والناس بتصور وبتحكي ومش عارف ايه، جالي واحد كده خبط على كتفي قال لي مش هعطلك،
انا استغربت كل الناس لا اكرم تعالى فمش هعطلك. انا اقول لك بس كلمه واحده، ترنيمه اطمن منك كان سبب رجوعي للرب. فاللي هو انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ده اصلا ترنيمه طمانينه اصلا بتتكلم عن معيه الرب وعن قوه الرب وعن صفاته وعن الموج العالي بيمشي. فيعني ايه الكلام ده؟ ولسه بقول له كلمتين هو الراجل يعني خجول جدا، فقال لي انا بصلي لك ربنا يباركك، انا بس حبيت اقول لك الكلمه دي. قعد يعمل لي بايده كده مش عايز يتكلم في حاجه وراح مشي. ايه ده يعني؟ ده ايه؟ اتشجعت طبعا واتباركت، بس ده ايه؟ ده شغل اكرم؟ مش شغل اكرم، شغل الرب. هتتنجم عليا يا حبيبي، هتشوف روحك على ايه؟ شوف روحك، حتى ممكن ما تشوفش روحك على الناس بره ان هم الناس بوسطه، بس ممكن تشوف روحك على اخواتك. شوف روح على سمير، سمير مرنم وراجل خادم، اشوف روح عليه. يا عم انا برنم ده انا جامد. اشوف روحي على خدمه، الناس ممكن تحس ان هي خدمه منافسه انجاز التعبير يعني. اشوف روحي على ايه يا حبيبي؟ مش بتاعتك، لا الموهبه بتاعتك. انا عارف الكلام ده سمعناه كتير، بس انا بكلمك من واقع بعيشه. لا الموهبه بتاعتك، لا انت بتاع روحك، ولا الخدمه دي بتاعتك، ولا تاثير وعمل الروح القدس ده بتاعك. مش هتيجي. لسه عاملين سكتش امبارح كنا بنصوره من ضمن بدايل الصيدليه. عايز بدل الوعظه التشجيعيه هديك تنميه بشريه، عايز بدل الاغاني الرومانسيه هديك ترانيم في الهيام متسقيه، عايز بدل الصلوات العميقه هديك كبسولات صلوات كده، صلوه الصبح وصلوه. عمل وتاثير روح قدس ملوش بدايل، ما ينفعش. مظهر ممكن يعني في الظاهر يبان الله، لكن عمله وتاثيره في حياه المؤمن ملوش بديل، مش هتيجي. فهو بتاعته. فانت من كنت في جره وطلعت لبره، الوحش اللي جواك هيطلع بقى ويشوف حلو. ممكن تقع في ده جدا جدا، بس لازم تحط قدامك الادراك ده. انا مين؟ انا كنت اصلح اصلا؟ لا. بتاعتي مش بتاعتي. الخدمه نفسها اللي انت تتنطط بيها يعني انجاز التعبير ولا تتفاخر بيها مش بتاعتك. انت عندك موهبه بتستخدمها، شطارتك واللي تفتخر بيه قصاد نفسك مش قدام اخواتك انك ما طمرتش الوزنه. انا بشتغل بالوزنه، يا رب ساعدني ان اكون مش طامرها وبستخدمها وبتاجر بيها، بس ساعدني. لو انا شايف ثمر منها اشكرك، بس ده الحاجه الوحيده. ودي حاجه ما تقدرش اصلا تفتخر بيها ولا يعني تتمنظر بيها قدام حد، مش بتاعتنا. ولا الترنيمه بتاعتي، ولا الثمر بتاعي، ولا حتى مفيش حاجه بتاعتي. تبعاتها ما مش بتاعتي. ما انت ياما بتنزل تنحر زورك في خدمات كرازيه مفيش حد بيجي، ما بتشوفش ثمر قصاد عينيك. صح. بس انت عارف ان هيجي واحد بكره ابسط بكتير هيقش. مش بتاعتك، والرب بيسمح ان انت كمان تاخد ثمر مش بتاعك. بالظبط. وانت فكرك الثمر ده من الكلمتين اللي قلناهم ولا احنا الكلمتين؟ تعبنا احنا حصدنا تعب اخرين كتير زي ما بيقول الكتاب يعني. ايوه فمش بتاعتك. يعني الحته دي لازم تتلم. ونفسي ده يوصل للشباب الصغير. الشباب الصغير حاسس انه لازم يبقى نجم. معظم الشباب اللي عندهم، بمناسبه الكلام عن الوزنات يعني، اللي عندهم مواهب حلوه قوي قوي ومستخدمين في فرق ولوحديهم وكده، هقول على حاجه بعينها مش عشان قديم برضو، لكن عشان اشاور عليها ولازم ناخد بالنا منها. بقى كله دلوقتي بيغني وبيلعب مزيكا في الجاز كلابس وفي الحاجات، وحاطط لك كاميرا الجو برو وبيصور نفسه وبيلعب بيغني بيعمل. وكلمت فيها مع احد الافاضل الموضوع ده، قلت له انا بشوف ده طول النهار وكلهم شباب زي العسل، كلهم ومستخدمين. فقال لي المواهب الروحيه ليست للمتاجره. اكرم صوته حلو، اتعرض عليا كذا مره اروح اغني حاجات مش رومانسيه ولا حاجات وحشه، رحت تغني في الاماكن الثقافيه اللي مش عارفه ايه، وهتقول حاجات بتتكلم عن النخوه والكرامه والبتاع، وناخد صوتك اللي مدي الاحساس البلدي التخين ده كده نعمل. لا مش هتيجي، مش عشان انا حلو، بس عشان مش هعرف اعمل ده، مش بتاعتي. الصوت بتاعي ما ينفعش يروح لحاجه زي كده. هل الآلة بتاعتي ينفع تروح تبقى في الاماكن اللي ما تمجدش الرب، او ناخدها بطريقه تانية؟ هل كل اللي بلعبه مزيكا بايديا وبرجليا وبقي بيمجد الرب ولا لا؟ حط ده قصادك. فكره النجوميه، انا عايز ابقى، طب انا عايز اشتغل يا عم،
هتمنعني من الشغل، ما بيدوني فلوس. رحت تمييز بقى. ربي يدي تمييز الامر ده. بتضايق جدا جدا لما بشوف ده، وبقيت بتضايق مؤخرا كمان لما بقيت بشوف انه ده بيتعمل في الاجتماعات. انا بحط الكاميرا برضو في الاجتماع. انا بخبط. لا يعني الظاهرة دي ابتدت تنتشر الأيام اللي فاتت أو الوقت اللي فات. وابتدى يخش عليها كمان موجة تريقة. يعني تلاقي واحد حاطط بتاع بيقول لك لما مثلا قائد التسبيح مثلا بيعيد الكلام او يكسر التيمبو او يعمل، بحس انه قدسية الموضوع راحت. انت طالع تعمل يعني ايه؟ أنت مركز في إيه؟ احنا بنعمل ايه؟ أنت مركز فين؟ يعني أنت حتى لو مش بتتريق، حتى بتتريق أو لو مش بتتريق، أنت مركز في إيه؟ أنت مركز في إنك بتصور نفسك أو بتصور اللي بتعمله حتى لو حاجة حلوة. يعني أنا بحس إنه أنا بأشفق على نفسي وأشفق على الجيل ده، إن هو طالع هو ده اللي اتولد بيه. هو اتولد وفي إيده الآيباد، اتولد وفي إيده الموبايل. أنا اتولدت وفي إيدي كتاب تلوين، صح. أنا اتولدت في إيدي فهرس كتاب مقدس، فهرس التليفونات. لا هو خلي بالك، انا برضو مش عايز اكون بشاور كأنه اللي معاهم هو وحش. ده اللي معاهم ده يعني لا هم فظاع، ده ميزة. لا فظاع. انا بشوف النهارده شباب صغيرين بيوزعوا مزيكا، حاجة تخلي 9 سنين 9 سنين بيوزع مش مزيكا، طبيعي. ما تقول ده اللي وزع الترنيمة دي فلان الفلاني. فهي بس ده نسبة وتناسب ازاي برضو. بتستخدمها؟ ما ده نسبة وتناسب برضو يا أكرم مع الاكسبوجر المعرفي والمهاري صح. في النوليدج والوسائل المتاحة بقت قدامه أكتر بكتير. يعني بس عايز أقول في الحتة بقى، كل ما هو روحي، كل ما هو ليه علاقة بالروح القدس والخدمة، هنا بنقف، هنا صح. في خط أحمر، هنا في لاينز مش هينفع نتعداها، هنا في قيم مهما كانت من 200-300 سنة هتفضل زي ما هي. ده حقيقي. يعني شغل ربنا هيفضل زي ما هو من الخليقة لغاية النهاردة، لغاية ما يجي تاني، ويستخدم كل الوسائل، وكل يستخدم الوسائل اللي بس احنا في زي قيم عمرنا ما هنطلع براها. فازاي ربنا يستخدمنا كناس ننقل ده للجيل اللي جاي؟ هي ده التحدي بحسه يعني، وده اللي الرب المفروض وما يحسكش يعني سوري قطعت كلامك خالص. مش ازاي توصل، دي اهم حاجة. لانه ممكن اكرم يقول الكلام ده يبان انه بيدين او بينتقد، وممكن سمير يقول الكلام ده يبان انه بيخبط في الناس او بيخبط في الشباب، انتوا ايه ما بترعوش الشباب. لا، ربنا يدينا معونة ان احنا نعرف نوصل لهم ونديهم الحقنة دي عشان الحتة دي تخف، ويدي للناس دي تواضع ان هي تستقبل. يعني برضه هي هات وخد. انت قلت حتة مهمة، احنا شاغلين نفسنا بايه؟ كنت بتقول انا شاغل نفسي بايه؟ شاغل نفسي بان انا اتصور ولا بالبتاعة؟ هو انا صغير كنت بقول لبابا ده النهارده العيال في مدرسة احد كانوا فاتحين عينيهم في وقت الصلاة، كلهم معظمهم فاتحين عينيهم في وقت الصلاة. قال لي وانت كنت مغمض عينك؟ قلت له قال طب شفتهم ازاي؟ ناحيتين يعني. ربنا يحفظنا في الامر ده بالذات. أيوة. لما بقول على حاجه في الشباب او ملاحظه بشوفها في الشباب، ببقى عايز ادق ناقوس خطر ليا والغيري، لو عندنا في ايدينا حاجه نقدر نأثر بيها او نظبط بيها الحته دي هناخد فايده عظيمه. لانه احنا النهارده يعتبر احنا الجيل الكبير دلوقتي اللي في الحته دي، بكره هنبقى شيخنا كبرنا. الصغيرين دول هم اللي هيطلعوا، لو ما عنديش هيبقى عندي الفتات، يبقى عندي واحد هنا وواحد هناك وباي باي. لكن لو أثرت في الجيل ده، مش عارف ازاي اعملها، نصلي لده، هيبقوا احسن مننا مليون مرة فنيا وروحيا. مش بس روحيا بس، فنيا كمان هم اشطر مليون مرة، امكانيات اشطر. يعني كنتش اقدر اقول الكلام ده من 10 سنين، فاهم؟ ده هم اشطر مليون مرة طبعا. فربنا يدي نعمة الامر ده. أكرم، أكتر حاجة بتخاف منها إيه؟ في المطلق ولا؟ يعني اديني إجابة تافهة واديني إجابة عميقة. أكتر حاجة بخاف منها في تافهة أصوات. يعني لو طلع لي أسد مش هخاف، لو عمل لي هخاف.
يا سلام، صوت الحاجة نفسها اي اصوات فجأة من تخليني غير ما تشوفها. اركز، لان انا بركز في الاصوات قوي. أوكي. ممكن كنت كسول في حياتي ان انا ابقى مزيكاتي. وسيم اخويا ما كانش كسول، اخذ الزقه وكمل وطار، لكن ودني بتميز كويس قوي قوي. فانا ممكن اسمع صوت في العربيه بتوع التوكيل ما يسمعوهوش، يعني بسمع حاجات كويس قوي، فالصوت بيخوفني. ففعلا لو سمعت صوت قطه ممكن اتخض لكن لو شفت اسد ما خافش، يعني ماشي هنشوف هنطلع عامل ازاي. دي الحاجات التافهه من الحاجات اللي في حياتي بخاف منها. بخاف ان انا ودي الحته، وجزء تاني برضو لو رجعنا للحته بتاعت المنبر وكده، ان اعصر حد. ودي اكتر حاجه بحاول اخد بالي منها. ممكن لو بتعمل حاجه عاديه خالص، حد لو كتاب بيقول كده ضعيف الايمان او اصاغر يتعصر. مش عايز بقى مش بقول بيتعصر هم الاصاغر، ومش عايز اعمل كده. انا عندي مسؤوليه. انت دلوقتي في حته الناس بتشوفك وانت قاعد على البحر، شكلك ايه؟ هسألك شويه اسئله كده غريبه. وانت قاعد على البحر وانت في المول عامل ازاي؟ لبسك ولبس مراتك ولبس العيله اللي انتوا فيه عامل ازاي؟ في ناس تقول لي انت مقفلها، ده انت حاجه. في مره من المرات كنا قاعدين في استراحه الجمعيه. انت عارف يعني ايه استراحه الجمعيه؟ الاوضه اللي بيقعد فيها الخادم اللي جاي من بره. كان معانا اخ عاطف يسري، فقاعدين معاه، احنا شباب ولاد، فاحنا قاعدين بقى وكده قاعدين براحتنا. هو لسه واخد شاور وبيسرح شعره، فهو دايما بيجيب شعره على جنب، فجاب شعره لورا. يا اخ عاطف ده انت شكلك جامد جدا، اطلع على الخدمه كده. فقال لا ما اقدرش. ليه ما تقدرش؟ ليه؟ شكلك حلو جدا، انت شكلك كده روش، مفيش حاجه يعني، ما حدش هيتضايق منه. قال لا الناس تتضايق. فانا ساعتها انا كنت بجح، طز في الناس. ايه الناس يعني تتضايق؟ فقال لي هو ايه الاهم عندي، ان اعمل الحاجه العاديه اللي تبسطني، ولا ان اوصل كلمه الرب؟ خرست. فهو لما رجع شعره لورا ده ما فيهاش حاجه، امر طبيعي عادي يعني، ما فيهاش اي ازمه. بس الناس متعوده على شكله كده، اتعودت، فممكن يركزوا معاه ما يركزوش مع الكلمه اللي بيقدمها. ومن هنا ابتديت احط ده في حياتي بشكل اخر. كل ما تزيد يزيد الاكسبوجر، ويزيد الضوء او الخدمه المنبريه اللي بتعملها، كل ما بقى عليك مسؤوليه اكتر من اللي بيعمل خدمه في الخفاء. تخيل حاجه ممكن تبان تافهه، بس ده اللي بيحصل. زي ما كنت بقول لك، قاعد على البحر بتقول ايه، بتتكلم ازاي، لبسك عامل ازاي، شكلك. ممكن تبقى بتعمل حاجه عاديه خالص. انا بحاول، شعري تقيل كده ومشعس وبتاع، فبحاول المه. لما بنبقى بره مصر محدش يعرفني بسيبه عايز احس بالحريه، فبستحمى وبنزل. فلو معايا حد يقول لي ده شكلك حلو قوي، خليك كده في مصر، ما اقدرش، مع انه عادي. يعني لو حد شافني عادي، بس ممكن حد يحس انه ده بوشين. ده بديك الامثله التافهه. الامثله الكبيره بقى في شغلي، ازاي ابقى فيرم في نفس الوقت ما بوظش صورة المسيح عند حد. ازاي ابقى بهزر، اللي كنت بقولها لك من شوية ودي بعاني فيها. ازاي اهزر من غير ما اقول كلمة تجرح حد او تخدش حياة حد. انا هنا مش بقول لك ان انا يعني ناهيك عن ان انا بقعد قدام الرب علشان اتنقى فما يطلعش اصلا مني ده. لو طلعت مني تبقى عاملة ازاي؟ ده تحدي كبير. انا ازاي ابقى عايز اقول لسمير النهارده انت اخفقت في الشغلانه دي، وفي نفس الوقت عايز اشجعه، وفي نفس الوقت مش عايزه يكره انه يشوفني في فتره تسبيح. هتعملها ازاي؟ احنا واقفين دول مش عايزين العيال يحسوا انه دمي سم يعني، ما انا بهزر. فازاي الهزاره دي ما تجرحش سمير، او بحس ايه ده، هو اكرم قصد يقول كلمه مش مظبوطه، كناش متخيلين منك كده يا خادم. فاهم؟ تحدي كبير جدا. بل بالاحرى ازاي وانت في شغلك وانت في وسط الناس بتقدم لهم حاجه، في وسط زخم الشغل وكده، تقدم لهم حاجه يطلعوا بيها، يطلعوا بيها من غير ما تبقى رخم. صح. تحدي كبير جدا. ف ده خوفي الشخصي، وده انجاز التعبير صراعي الشخصي اللي انا فيه دلوقتي. ده خوف العمر كله. بتفضل تتشكل في حاجات. اشكر الله انه خلاص دي راحت من اكرم،
كان ممكن حد يزعل من اكرم زمان انه يدب كلمه، مم. واكرم بسيط مش قصده، بيعملها بغشم، بس يا فرحتي بقى تقول اصل اكرم بسيط مش قصده يحذف الكلمه دي. مم. نتهذب مم. كده، بيقول كده هنبقى في تهذب يعني ان احنا مش فاكر الايه، بس في ايه كانت بتتكلم عن انه إن الكلمه تهذبنا، نبقى مم. مهذبين. ده صراعي الشخصي انا. ازاي افلتر الكلام. ساعدتني في ده كتير كوكي مراتي، ان تقول لي خد بالك انت هزرت عادي، هزار عاديه مع سمير، بس ممكن دي تجرحه. مم. انا ما كانش قصدي خالص انه مش عارف ايه. وممكن فعلا ارجع لسمير، انا سوري ان انا قلت لك الكلمه الفلانيه، يقول لي يا معلم ما فيش الكلام ده، ما زعلتش من حاجه. وممكن فعلا يبقى حد يتضايق، بس لازم تلاحظ نفسك طول الوقت. الاحظ انا قاعد فين، انا قاعد فين. في كتير وانا عارف ان الرب كان بيروح يقعد مع العشارين والزناه، مفيش اي مشكله، قاعد عشان يديهم حاجه معينه. بس احنا النهارده هنتقابل مجموعه حلوه، ممكن تبقى قاعده تدبيريه، بس هنتقابل في قهوه اللي مش عارفه ايه. ما انا مش هشرب اكيد شيشه يعني ولا بتاع، عشان مش هيحصل ده. لكن الناس ممكن تشوفك في الحته دي، لو انت مش رايح لغرض معين تجيب حد من جوه، ما تقعدش القعده دي، حتى لو ما فيهاش حاجه. واخد بالك؟ مم. اقول لك على حاجه تاني اصعب بحاول فيها. لو ان الرب اكرمني بشغلانه وبقى معايا فلوس وعايز اروح اجيب حاجه مش عارفه ايه، انا ما عارف انت ممكن تقول عليا متخلف او مقفل. لا مش هقول حاجه. فلا، انا مش هجيب الحاجه الفلانيه، حتى لو معايا المقدره الماديه ان انا اجيبها، مش هجيبها. لانه ممكن سمير، دايما بجيب عليك انت المثل عشان ما ممكن سمير اللي يشوفني وانا بجيب دي يحس انه دي عيشه اكرم طول الوقت. طب انت الرب اكرمك، يكرمني، ينفع اعيش مستريح. لو حد عنده غنى مادي، اعيش مستريح وحلو زي ما الرب بيباركني، من غير بهرجه، ودي شعر رفيعه، من غير بهرجه ومن غير ما احسسك ان انا بتبهرج. مم. امال ايه هو تعظم المعيشه؟ مم. ايه هو؟ ما هو ده. عارف دايما بفكر في الآية بتاعت فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. أيوة. أنا دايما بفكر في كلمة أعمالكم الحسنة، إنه ما قالش لكي يروا أفكاركم الحسنة أو لكي يروا نيتكم الحسنة، ايمانكم الحسن، إيمانكم. لا، هم اللي هيشوفوه الأعمال اللي طالع، وده اللي هيترتب عليه فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. أنا بحس دايما إنه دايما عندنا إن أنت أو يعني الجيل عايز يكون حقيقي. فأنت هتكون حقيقي، فأنت تبقى تظهر أي شيء. والعكس، مش ان انت تخبي جواك خطيه. ففكرة ان انت كل الامثله اللي انت قلتها بيترد عليها بانه يا اكرم احنا كده هنبقى عبيد للناس. ايوه، عبيد لرأي الناس كتير. وهيجيبها لك من بولس ان كنت بعد ارض الناس فانا عبد الناس. لا، انت كده مش بترضي الناس حبيبي. هو ما كانش قصده على فكره في الحته دي خالص. هو هنا كان بيتكلم عن التعليم. بالزبط. هقول تعليم يشابه دماغكم او لا. صح. كمل. فانا معاك في اللي انت بتقوله جدا. وانا مش هنا عشان اوافق او ارفض اللي بتقوله، انا بحاورك وفعلا مستمتع باللي بتقوله. لكن انا عندي نفس الاسئله، انه يا ترى الناس هتقعد تحكي معاك وتعرف ايه اللي يدور في دواخلك، ولا بتشوف اللي انت بتعمله؟ بتشوف صح وبتلقط. وفكره الرساله، يعني انا عجبتني قوي فكره الرساله اللي هي بتقول الاخ عاطف يسري. رسالتك تتطلب انك تتنازل عن حاجات عاديه. دي اهم. عاديه مش وحشه. الوحش ده خلاص احنا مخلصينه مفروض، بس احنا مع ذلك بيطلع من اكرم حاجات وحشه. يعني بصلي ما حدش يكون، او يعني اللي اتعصر مني في يوم من الايام يعني الرب يداويه وانا اتغير. يعني كمل. يعني الوحش خلاص احنا متفقين عليه، مع انه بقي نسبي. ايوه. لكن الحاجات العاديه، اكلك، شربك، مصيفك، لبسك، هزار، في حاجات عاديه. يعني هقول لك قصه. انا ما بحبش اتكلم لان بحب اسمع ده. انا كان عندي
القائد بتاعي في اجتماع ثانوي في جامعة خاص نفوس أسيوط، بلبل، هو يعني عادي متربي وعنده سلسلة ذهب عادي وبيلبسها من هو صغير وبيلبسها عادي. دخل خدمة ثانوي، القائد بتاعه اللي لما دخل الخدمة دي كخادم لسن ثانوي قال له أعتقد إنك مش صعب تلبس السلسلة الذهب دي. ليه؟ هي عادية، ما فيهاش حاجة طبعا، ومحدش هيقول لك حاجة، بس العيال اللي انت بتخدمهم فيهم ناس بسطة ما عندهمش يعني انا بتكلم كمان في اول الالفينات يعني والتسعينات، فما يعني برضو مش النهارده ممكن تفرق، لكن فهيركز عليها اكتر ما هيركز عليها ويقول ده الخادم اللي بيخدم ده. هو كان عايز يقول له حاول بقدر الامكان تكون متاح مش في وقتك، متاح حتى في اسلوب حياتك، تكون ملائم اكتر، بسيط اكتر، شبه الناس اكتر. هات لي بقى خادم دلوقتي يقدر يعمل كده. اكيد فيه، بس التحدي بقى كبير. وهات لي شباب زي الاخ بلبل الطيع وبيسمع انه يقبل حاجه زي كده، وفعلا عمل كده. النهارده تقدر تقول لحد مثلا طلع الخدمه من لو بنوته بتكلم بنوته تانية من فضلك البسي حاجه بس اطول شويه، دي كده ما بقاش يمكن انا سوداوي شويه، لكن ما بقاش. بس لازم نرجع تاني نتربى. انا اول واحد وبحط نفسي في ده كل يوم، وربنا يديني قوه ومعونه ان انا اعرف اعمل ده. لازم نرجع نتربى. انا بحب الكلمه دي على فكره. يعني دي كلمه ايجابيه مش سلبيه، ده في كل حاجه. دي شعب الرب ما بقاش قادر يسمع وعظات تربويه، يعني وعظات تأديبيه. اخر مره مثلا سمعت وعظه تأديبيه كان مثلا من 3 سنين، واسمي بروح خدمات كتير وبسافر كتير، ان حد وقف كده خلاني يبقى قاعد مكشوف. لا لازم اراجع. عشان كده بيحب الطمن خايف ليه. ايوه بوظنا الترنيم. لا يعني انا شخصيا انا بحب الطمن خايف. ايوه، ودي عايز انا اقول الحته دي، بس انا بخاف ان هي طول الوقت تبقى هو ده نشيد اللي هو بلادي بتاع الكنيسه. ما ينفعش يا جماعه. بقول دايما احنا محتاجين نطمن، محتاجين نحس بقلب ربنا وحبه لينا ورعايته. بحس لازم، بس في حاجات تانية لازم نرنمها. انا بخاف دايما نتقلب عن جاهية روحية، وبقول ده في معظم الخدمات اللي بنعملها، بالذات لما تبقى خدمة مع مؤمنين. فبقول احنا مش بنرنم الترنيمة دي اللي هو وسع من وشي، مش عايزين نرنمها بالطريقة دي. انا عايز ارنمها لحياتي قبل الظروف. عندي موج عالي في حياتي، مش ظروف حواليا وحشة بس، لكن عندي موج، عندي كبرياء في حياتي، عندي تدين ظاهري ورياء. على الموج العالي بيمشي. لما بقول أكسر إبليس بالصليب، مش أكسر إبليس وعمله على حياتي اللي هو بيبان بقى نكسر الإبليس وندوس العدو. لا، عدو فيا أنا لما يحاربني بفكرة نجسة في وقت مقدس، هو ده اللي حارب العدو فيا، مش عنجهية. بخاف تقلب. أنا بخاف من الترنيم العنجهية عامة، اللي هو سنصعد ونقهر ونقتحم. أنا بخاف منها، مرعبة. مع ان في حاجات فعلا فيها اعلان حقيقي، كلها ترنيم جميلة ومباركة ومستخدمة، لكن أنا بخاف. هتخوف. هي الاتيتيود، هو الدوافع. برافو عليك انك نشيد بلادي بتاع الكنيسة. لو في زي ترمومتر او مقياس لصفة معينة انت قادر تشوفها في كل الناس، عندك سوبر باور تشوف صفة معينة تختارها في كل الناس اللي بتشوفها وتتعامل معاها، تختار الصفة دي تكون ايه وتعرف نسبتها في كل واحد بتشوفه. ده الواحد لو عنده سوبر باور ده انا مش هيعيش. لو في صفة معينة عايز اشوفها عند كل الناس، تشوف نسبتها، اشوفها عاملة ازاي عند الناس كلها. صفة فارقة معاك فتحب تشوفها في الشخص اللي قدامك عاملة ايه. بعد
اعتراك للحياه سنين كتير وفي الخدمه وغير الخدمه. نفسي اشوف دوافع القلب. يعني ممكن ابقى شايف سمير تنك بس هو متكبر، مش كده. بس هو مش كده، بس انا مش عارف انه مش كده. لو عندي السوبر باور دي واشوف بقى قد ايه هو نقي القلب او دوافعه نقيه او بسيط القلب، يا لهوي ده انا هموت فيه، هحبه. صح ولا ايه؟ ياما 500 ألف حاجة في حياتنا وياما ناس خسرناهم بسبب احنا مش عارفين دوافع قلبهم بالإيجاب وبالسلب. ممكن يبقى سمير بيضحك في وشي وجميل ولذيذ وحس الله انا طلعت له مصاريني ينهشني لانه قلبه ما كانش بسيط ودوافعه ما كانتش نقيه. ممكن احس ان اكرم ده كان قاصد يلطشني قلمين، واكرم ما كانش كده، ده خش جوه وعشان كده هو حتى الرب لما كان بيقول على وجدت داود رجل حسب قلبي. داود مين اللي حسب قلبك؟ ده داود ده يعني تقعد تتامل في الحاجات اللي بيعملها، مش بس قصه بث شبع وأوريا الحسي، لا مش دي بس، ده في حاجات كتير جدا تحس ده هو ده اللي حسب قلبك، عشان هو دخل جوه وشاف الدافع عامل ازاي. عشان كده يجي بعد كده داود يبلل فراشه بدموعه ويقعد يبكي لما يجي نسان النبي يشاور له على الحته. ودي طبعا مش هيبقى عندنا السوبر باور دي للاسف، لكن ربنا يدينا روح تمييز. وانا دايما انا عارف ان الحته دي احيانا بتزعج حتى كوكي مراتي، ان انا بحاول طول الوقت التمس الاعذار واقدس الاعذار للناس. بحاول اعمل ده لانه بحب ده يتعمل معايا. ف اكرم اللي اتاخر في ميعاده ممكن التمس له عذر لو عرفت وعديها له. ما اكرم فيه صفات حلوه كتير بس هو مقرف في مواعيده، فاهم؟ فبالتالي بحاول طول الوقت اعمل ده. فسمير اهني في الامر الفلاني او جرحني بكلمه قدام مش عارفه ايه، او انا تخيلت توقعت منه شيء معين ما عملوش، هلتمس له العذر. فانت مش تقدر تشوف دوافع سمير، بس انت بتصدق المحبه تصدق كل شيء. انا عارف مش كانتش على دي قوي، لكن هصدق انه سمير ما كانش قصده. محبه تحتمل، هحتمل اللي عمله معايا سمير، وهكذا. ايه اكتر حاجة ربنا عافر فيها عشان يشكلك فيها؟ تعب بقى يعني، انجاز التعبير يعني. قلت لك في الاول انه في حاجات في حياتي اتشكلت بايد الفخاري كده بسهوله، وفي حاجات كانت محتاجه ازميل، وفي حاجات لسه محتاجه ازميل وانا عارفها ومش عايز اشيلها. انا عارفها في نفسي وعندي انجاز التعبير كبرياء روحي في بعض الامور انا الوحيده اللي عارفها، انا وهو. وبصلي ان هي تتشال، بس انا ما اعرفش، مش يعني انا ما اتعلمتش زي ما قلت لك انكسر قدام الرب. دي كانت اول حاجه الرب حاول يعلمهاني. هل الله عايزنا ننكسر قدامه؟ عشان ما ننكسرش قدام غيره. انا مش بعرف انكسر لغايه النهارده. حصلت حاجات في حياتي قاتله، مش بس انتقال الاب والام في وقت غريب ولخبطني، ده شكل في حياتي، بس مش ده بس. في امور كتيره في حياتي، في ناس اعرفهم يعني تبقى فاتح حضنك كده لحد يروح واخدك بالقلم. دي اكتر حاجه بتوجعني، الغدر. محتاجك تنكسر قدامي، انا مش عارف انكسر قدامي لغايه النهارده. بعافر، مش مكسوف اقول ده، قصاد ان انا يبقى عندي حد، مش عايز اقول مشير روحي لكن كبير. ماجد دايما يقول لنا اللي ملوش كبير يشتري كبير. انا مش عارف يبقى لي كبير، مش عشان انا متكبر او كده، لكن انا مش عارف افتح نفسي قدام حد. بعد انتقال ماما، رغم ان انا كنت متعزي، لكن كنت مفتقد امي بشده جدا جدا. عاشت معايا اخر 10 سنين. اخويا كان مسافر في الكويت، فانا قاعد معاه طول الوقت، وفي اخر وقت مرضها دي كانت معايا في البيت. ما كنتش بعرف انام. ماما انتقل بقى لها سنوي، انا لغايه النهارده مش بعرف انام، بنامش نوم كامل اطلاقا. فابتدى حد ينصحني نروح لدكتور نفساني يحاول. وطبعا في الناحيه الثانيه، اصل انت ما بتصليش في برضو ده، انتوا مش ما تعرفوش انا متعزي ازاي. انت مش عارف انا متعزي ازاي، لكن انا شخص بحلم وانا نايم، بحلم كتير، فبصحى كتير. دي مش ملهاش علاقه ان انا ما صليتش قبل ما انام، ما انا بصلي قبل ما انام. بقرا الكلمه قبل ما انام، بملى ذهني وفكري بحاجات تانية تديني طمأنينة، بس ما بيحصلش.
ما بعرفش اروح دكتور نفساني، مش عشان هو وحش، عشان مش عارف، مش عارف انكسر في الحته دي. فده اللي بعافر فيه دلوقتي، وانا متاكد ان لو انكسرت في الحته دي وبقى عندي مشير روحي او كبير ليا برجع له، الامر هيبقى اسهل مع الرب. وده ليه؟ لان كنت بشوف بابا قوي جدا، الابوه الساحقه، حنين جدا، وبس هو الهيرو بتاعه، هو الكبير، بيخش يخلص من غير ولا كلمه. عندي مشكله قد كده يخش يخلصها، او يخش يبقى واقف جنبي من غير ما يخلص، انا اللي خلصها بس هو واقف جنبي. فده عشان كده برضو ما بعرفش اشوف الله الوديع، او الرب يسوع الوديع المتواضع الحنين، ما بفهمهاش. مين زيك في رقة قلبك؟ بقولها، بحب الترنيمة بس مش حاسسها، برتاح على صدرك واتدفى بالحنان، مش جايالي، بغض النظر عن ترنيم الهيام الانجاز التعبير لو فيه كده، لكن مش بعرف ده. انا بشوف الله القوي ذو الجلال المهوب القدوس، ده اللي بعرف اشوفه، فده اللي بعافر فيه حاليا. وعندي المعافرة الدايمة بتاعت التشكيل الأخلاقي اللي بيليق بالمؤمن. ده قصة تاني، ده قصة تاني، واتعلم ازاي اقعد قدام الرب عشان اتهذب وانضف، مش بس اتملي منه والعلاقة معاه تبقى حميمة اكتر واكتر، لكن عشان اتهذب. لكن حتة ان انا بشوف الله ده الحنان بياخدني في حضنه ويطبطب عليا وابقى يوحنا الحبيب، مش عارف اعملها، مش عارف. لو عندك وصفة قولي، مش جاية معايا، مش عارف اعملها بقالي سنين. فاتوقع ان الله كل شويه بيجيب الازميل والتك تك 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 يكسر، وانا عارف لما بيكسر حاجه بيشيلها مش عشان يكسرني، والا كان من الاول خد بقى الاناء ده الغور في داهيه، مش عايزك. ونبقى نشوف بقى هنعمل ايه. لا، هو بيشكل فينا، ومع التشكيل وكل ما تسيب له الاتاحه في حياتك كل ما يستخدمك اكتر، كل ما ينضح اكتر، كل ما يبان اكتر وياخد المجد. انا فضفضت قوي، عارف عارف الجمله دي. مشيني من هنا ارجوك. انتقال بابا وماما ازاي يشكل في حياتك؟ بابا انتقل وانا 26 سنه، وانا ما كنتش منفتح على العالم خالص، انا عالمي ضيق جدا، فمش عارف اي حاجه. وبابا كان الكبير، يعني في بابا، يعني انت عارف الشعور، بابا موجود فخلاص. فانتقل فجأة، ما كانش عيان خالص، ما مش عنده اي حاجه خالص، وكان عنده 63 سنه، ما فيش اي حاجه. يعني ماما دايما اللي بتتعب، بابا ما بيتعبش، بابا ده الاسد. في يوم ماما بتصحينا، الحقوا بابا تعبان. يعني بابا تعبان؟ طب قوم نلبس بسرعه نوديك مستشفى. قال لنا لا، اقعدوا، شاور لنا كده اقعدوا. وبعد كده كلم الرب، قال له ايها القدير انا قادم، استعد للقاء. ومات، راح. حاجه عجيبه جدا وغريبه جدا. كان ساعتها اخويا لسه مخلص كليه، مش عارف هيعمل ايه في دنيته ده ولا نعمل ايه، واحنا ناس على قد حالنا، يعني مفيش، ما عندناش حاجه متكلين عليها في الحياه يعني نعملها زي ما كنت بحكي لك. وده كان اول درس الرب حاول يعلمه لي. انا هزعزع العواميد اللي انت حاططها لحياتك وشايفها عشان تتكل عليا. فانا فاكر وانا في الجنازه هعمل ايه مع ماما دي واخويا ده، كأن ربنا، يعني عارف رب ما بيقولش كده يا غبي. مش بتاعتك، بتاعت انا. تعال شوف حياتنا بقت ازاي بعديها، نقلات ورا بعضيها بعد انتقال بابا. انا مش فاهم. بعد كده شكرت الرب رغم الخضة، ان انا شفت بعد كده خالي وناس قرايبنا بيتعبوا ازاي وبيتعذبوا ازاي. وشفت ماما بعد كده، فشكرت ربنا انت خدته في كامل صحيح، ما كنتش هقدر استحمل ان اشوفه مكسور. فاهم بقى الموضوع بتاع الكسره ده، فما كنتش استحمل اشوفه كده. اخده وهو واقف على حيله، اسد كده. اخده خلاص، شاد الفيش. ف هعمل ايه مع وسيم اخويا؟ وسيم اخويا اشتغل وكبر في على كل الاصعده. وسيم اخويا ده اللي بتعلم منه الخدمه، منطلق في الخدمه بشكل رهيب، وخدمه اطفال وخدمه كبار مش معقول. انا ما شفتش، يعني مش عشان اخويا، قليلين جدا مسبحين الاطفال اللي شفتهم بالنشاط بتاع وسيم. ده مين؟ ما هو ربنا بيقول لي مش بتاعتك ولا امك دي بتاعتك. انت مش عارف ازاي تعولها، انا اللي هعولك انت وهي. وفعلا
مش عارف احكي تفاصيل قوي، مش بس روحيا، ماديا وزمنيا. ابوك قاعد في شقه ايجار قديم طول حياته، انت رحت اشتريتها مش بعديه بكتير، بعديه بسنتين، وانا ما حلتيش اللضه زي ما بيقول. انا بشارك ده عشان اشاور عليه واشهد عن صلاحه معايا. ده كان وقت بابا. وقت ماما أنا لسه بتعلم. يعني وقت ماما انا بعد بابا على طول انا حسيت ان انا ما لحقتش ابسط بابا، فعملت ده كله مع ماما. فماما بقى نخرج ونقعد مع بعض ونتفسح ونروح ونيجي وبتاع، حاولت اعمل كل حاجه. عشان كده لما جه الوقت طبعا ما كنتش حابب اشوفها بتتعذب، وده التساؤلات اللي عندي، كانسر وتتعذب ولدرجه ان توصل بتقول له يا رب خدني قعدني ليه، حاجه مؤلمه جدا. والحاجات دي في ذهني بتقطعني طول الوقت. فبتعلم دلوقتي بقى انا عملت ده، وفي حاجات مش هتعلم، في حاجات مش هعرفها انا واثق، وفي حاجات ساعات من ايام بابا ما عرفتهاش، وعارف ان انا لست تعلم الان وممكن ما تعرفش حتى لما تروح الابديه. احكامه ابعد عن الفحص، ما ابعد احكامه عن الفحص. فانا ففي اتشكلت اتعلمت بعد بابا ان يبقى في انطلاق ليا في الخدمه. يمكن لو بابا موجود ما كنتش هنطلق كده، مع ان بابا كان بيشجعني. ليه؟ عشان انا شايفه طول الوقت، وعشان يمكن عشان حطه كمان مقياس. بابا مقياس مش عارف اوصل له لحد النهارده في حياتي، في الاستقامه، في محبه الرب، في الاستمراريه، في ان هو يخدم بكل الطرق. انا مش عارف اعملها. فقد يكون لو بابا كان موجود، انا بتخيل، مش ده واحد من الدروس اللي انا بقول يمكن اكون رب عايزني اتعلمها. لو بابا كان موجود لغايه دلوقتي كنت احس طول الوقت ان انا مش فالح، فسيبك بقى، ما مش جاي. في حاجات لما بعملها دلوقتي بقول ياه، ده انا ابتديت ابقى 10% من بابا. لو بحاول ان انا وسط الحياه الصعبه دي ناخد وقت مخصص كل يوم، وانا مقفول وانا مبسوط وانا مش مبسوط وانا ما عنديش وقت، اقعد مع الرب. ده باب اصحى الساعه 5 الصبح، الدش المتين ويقعد قدام الرب لغايه لما يجي ميعاد هو كان بيشتغل مدرس، عشان ينزل يتمرمط في الاتوبيس يروح بنها يخدم ويرجع، وعشان عنده شغل تاني بالله عشان يعرف يكفي البيت. انت متخيل الراجل ده بيلاقي وقت فين؟ فده كان بالنسبه لي مقياس رهيب. انا النهارده معايا عربيه وقاعد في شقه جميله في التكييف وما اصل ما عنديش وقت اقعد معاك، واخد بالك؟ ف يعني رحله تشكيل كبيره ما خلصتش ومش هتخلص غير بانتقالنا. لكن كانت ضربات قويه انجاز التعبير للإناء، مش عشان تكسره لكن عشان تشيل منه الزلط والرتوش وتظبط. هقول لك اسماء وتقولها لي في كلمه. اوكي. يعني هبتدي ببابا وماما، فقول لي بابا في كلمه. حليم. ده عايز جمله كبيره. حياه الاستقامه الحقيقيه، لان انا كنت بشوفه في البيت مش وهو في الخدمه. رغم ذلك ما ابويا ما كانش مثالي، ابويا كان راجل عصبي، فممكن يزعق الزعيقه يوقع الحيطان. يزعق بس يزعق ما يغلطش. يعني ما انا اكرم ممكن لما اتعصب اغلط، ممكن اقول كلام مش مظبوط، هو يزعق بس ما يغلطش. استقامه. سوري انا برغي في كل كلمه. ماما. قلب الرب المحب، حنيه كلها، سيبك من اي حاجه تاني، الحنيه. كوكي. بقى بص، حد فتفت، مش عارف تعرف فتفت او لا. كانت معانا في الفريق إيفات صالح. قالت لي كده في يوم من الايام، قالت لي الرب هيديك اكرام وكرامه. ايه كرامه دي؟ وانا مرزول ما فهمتهاش. الاكرام لسه الكرامه بكتشفها واحده واحده في السكه، لكن الاكرام كان كوكي، ان الرب يبعت لك حد مناسب كده. كان غريب، كان غريب بالنسبه لي. كان اول مره في حياتي اصلي لارتباطي. انا ما بصليش لارتباطي طول حياتي، اتجوزت عند 34 سنه وما بصليش لانه بحس ان دي توافه الامور. قاعد تصلي عشان ارتباطك يا رب ابعت لي واحده، يعني ما دي واحده من الحاجات الغلط برضه. مش كنت فاهم. في وقت صليت قلت له يا رب انا حاسس ان انا جاهز، يعني
نفسيا وعاطفيا، كان في امر قبليها شكل فيا ووجعني، اتظبطت وخفيت وانا حاسس انا تمام. فلو تفتح عينيا على حد انت شايف ماشي. انا اصلا كده يعني كنت دايما بقعد اتريق على اللي بيتجوزوا. اتجوز مين يا عم؟ بتاع ايه يعني؟ لو جت واحده حبيتها اتجوزها، ما جاتش خلاص يعني. ده عشان كده حتى ما كنتش بصلي. ورب فتح عيني على كوكي بطريقه غريبه جدا. انا عارف كوكي من واحنا اطفال في مدارس الاحد، لكن في نانسي زهجر صاحبتنا، بس هي من الجيل اللي قبلينا يعني، فكانت بتجيب سيرتي وكده. ففي عيد ميلادها كوكي قالت لي انا بجمع كل الناس اللي نانسي بتحبهم يعملوا لها فيديو. فماشي، بعت لها الفيديو، قلت لها عندك حد يعمله ولا اعمل له اديت انا سريع؟ قالت لي ماشي لو انت كده كده. وجات الكورونا. بص بقى، انا كنت بعد ما اكتشفت نفسي عرفت ان انا عايز شخص حنين بيشيل المسؤوليه في نفس الوقت، راجل جنبك تكون نفس الخدمه. انا وكريستين بنخدم اطفال من يومها. كريستين صيدلانيه وانا خريج كمبيوتر ساينس، احنا الاثنين بنشتغل في السوشيال ميديا مانجمنت. ايه ده يعني؟ فالحاجات دي ادركتها بعدين يعني. في المحكات بقعد افكر لو انا ما كنت بعيش الوقت ده مع حد غير كوكي او من غير حد، كنت بعمل ازاي؟ مش عارف. الزوجات او الشريك الحياه بيبان، عارفين عندما يخفت الشغف يعني، واحنا الاول كده الله وكده، خدني بقى لما يخفت، مش لما يخفت، لما تبقى واقع في طين هيبقى عامل ازاي معاك؟ هيدينك ولا هيمسحك ويسترك؟ هيعمل ايه؟ خدمه كريستين لماما وقت ماما كانت تعبانه، ما انا مش موجود طول الوقت، وفي حاجات مش عارف اعملها لازم ستات. كريستين كانت بتعملها بكل حب لانها طالعه من البيت ده. فكنت انا مثلا بكلم طنط منال حماتي، بقول لها منوله، بقول لها ده كوكي تعبت جدا في الموضوع الفلاني مع ماما، مش عارف. تقول لي مش مامتها دي. كنت اسمع مكالماته، اسمع مكالمه مامتها ليها وهي بتقول لها اللي انت بتعمليه رب هيباركك عليه، واوعي تستخسري واوعي تعملي. فلا، كوكي دي قصه مش هينفع اقولها في كلمه. فاكرام يعني، لو كلمه واحده اقول اكرام. الله. لو في جمله عايز تقولها لحد إناء طور التشكيل، تقول له حاجة من خلال اللي الرب عمله معاك السنين دي كلها؟ يعني مش هعرف اعمل ده قوي يعني. خليني أقول سؤال بطريقة تانية. أنت تحب تفكر نفسك بإيه؟ إيه الكلام اللي تفكر بيه نفسك لما تحس أو تلاقي إن ربنا مدخلك في فترة من التشكيل جديدة وبيفعص فيك وشغال شغال؟ تحب تقول لنفسك إيه؟ تفكر بنفسك إيه؟ أفكر نفسي بالمواقف، زائد إنه دايما بعد النار اللي بتخش فيها السبيكة بتاعت الذهب هتطلع مشغولة جميلة أجمل وأجمل، وياخد المشغولة دي يدخلها تاني في النار ويطلع حاجة أجمل وأجمل مناسبة للوقت بتاعها وشكلها أقيم بكتير. ده اللي بفكر نفسي بيه، ده اللي حصل معايا وبيحصل معايا كل يوم. وطول الوقت بحاول إن أنا أفكر نفسي إنه أنت مش كامل، أنت بتسعى تجتهد إنك تبقى على حسب الزيج بتاعه، وسيب نفسك ليه، هشكلك وهيعمل حاجات كبيرة. في حاجات أنا برفضها، خدمات ببقى مكسوف اروحها. بقول الكلام ده اول مره ناس هتشوفني تبقى مشكله. برفض خدمات احيانا ببقى مكسوف. تقول لي انت ايه اللي بتقول؟ اقول لك انا ببقى مكسوف، مش قادر اطلع. لما بزق روحي، لو انا حد يقول لي على خدمه اقول له اوكي يلا، واقعد قدام الرب علشان اجهز للخدمه اللي بعد شهرين. انا بتفاجئ باللي الرب بيعمله بيا. فده اللي بفكر نفسي بيه دايما، ما تقولش لا، روح رايح تكرمه هو، مش رايح الناس سيبك من الناس اللي تحت اللي انت مكسوف منهم، بص عليهم. فده اللي بفكر بيه نفسي دايما. الوجع بتاع دلوقتي تشكيل لقدام، وانت بتعمل حاجة عشانه هو، مش عشان نفسك ومش عشان الناس. رنم لنا حاجة. رنم سوا. يعني شوف ربنا شغلك بإيه دلوقتي.
نشيد يعلو بالهتاف وكذا التمجيد الصبح والترنم لربنا. مش فاكر الكلمات كلها، والموبايل اكيد فصل. نجيب الموبايل. ما هو فصل الموبايل، انا فصل ومعاك الموبايل. موبايل تاني. عايزين سكيل صغير عشان ما نعليش صوتنا قوي. دينا سكيل انت كده. انت هترنم. هترنم معايا؟ ما ينفعش. هساعدك. نشيدي يعلو بالهتاف وكذا التمجيد والصبح والترنم لسيد المجيد. فذاك ربي الذي سكناه في قلبي، فأغلب وأنشد يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا. فذا نشيد غلبتي، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا. وذا ضمان نصرتي، يسوع حي فيا. امين. امين. شكرا يا اكرم. حبيبي شكرا يا ربنا سمسم، يبارك. كان وقت حلو قوي قوي، وسوري اني رغيت كتير. لا خالص. بس انا انبسطت بالوقت ده حقيقي. امين. ربي يباركك ويوصل من خلال البودكاست ده مش بس ان احنا بنعمل حاجه ترندي وحلوه، لكن كمان ولا عايزين نشاور على حد. وانت أيوة. قلت لي الكلام ده قبل البودكاست لما اتكلمنا من كام يوم، احنا جايين نشاور عليه هو. فالرب يطلع منه ولو كلمه من الساعتين دول يلمسوا حد، يشكل في إنائه، يكون سبب بركه واستخدام يعني لناس اخرين. ربي يباركك. شكرا.